السلام عليكم حبايبي. نبدأ كده مع بعض. بسم الله، صلى على اللي يشفع لنا، نقول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنحل مع بعض كمية أسئلة محترمة النهاردة إن شاء الله. أهم حاجة طبعا زي ما أنت متعود إن الأسئلة أو السؤال تكون فاهم فكرته. يعني أنت مش مطلوب منك إنك أنت تفهم إن دي خلاص إن الإجابة الصحيحة، لكن أنت مطالب إنك تفهم هو ليه أنت اخترت الإجابة دي صح وليه الباقي ده غلط. اللي احنا هنحل عليه دلوقتي، احنا هنبدأ الأول بحل 50 سؤال خاص بالأسئلة بتاعة المهارات. يعني 50 سؤال مبنيين على السكيلز، من أقوى الأسئلة اللي هتشوفوا فيهم أفكار حلوة جدا. أنت مطالب بقى إنك أنت تمسك الأسئلة دي كلها وتبدأ إن أنت تاخد سؤال سؤال وتمشي معاه بالطريق اللي أنا همشي عليه بالظبط، وتفهم الأول يعني اختيار الإجابة مش هيفرق معايا أبدا في إنك أنت تختار الإجابة الصحيحة. ويا سلام انك انت تبقى مبسوط من نفسك. لازم تسأل نفسك كويس جدا ليه بقية الاجابات الموجودة عندك هتكون غلط. في اسئلة هتشوف ليه الاجابة دي ما تنفعش، وفي اسئلة هتحتمل اجابتين هنبدأ نطلع منهم الاجابة الخطأ ونختار الاجابة الاقرب للصواب. اتفقنا يا باشا كده؟ نبدأ كده بسم الله، وبرضه نصلي على رسول الله. السؤال الاول بيقول لك، ركز معايا بقى في الاسئله كويس جدا. بيقول لك ان which of the following is punctuated correctly. يعني هو هنا عايز في السؤال ده ايه؟ عايز في السؤال ده بيقول لك اختار الجملة اللي فيها بانكتويشن مظبوط. يعني الجملة كلها من الأول. كلمة بانكتويشن مظبوط معناها ان الكابيتال السمول لو في عندك الهايفنز، كل حاجة موجودة في سؤال بانكتويشن لازم تكون مظبوطة. تعالى كده نبدأ بالسؤال الأول. بيقول لك هنا في النقطة الأولى did you know that in I had been working from home for 2 months. وأخد الرقم وبعد كده حاتم. اولا في النقطه دي طبعا انت عندك هنا غلطه جامده. الغلطه الجامده المفروض في النقطه دي اصلا يعني ان المفروض تبقى فاهم ان انت محتاج انك انت تختار في نقطه شبه دي انك انت هنا عايز علامه الايه، عايز علامه الاستفهام. وكلمه علامه الاستفهام ديت انت مطالب بمعرفتها لاقصى درجه. يعني ايه مطالب بمعرفتها لاقصى درجه؟ تعالى مفهمك. يعني ده اولا ده صيغه سؤال وهفهمك الفكره بتاعتها دلوقتي. طيب يبقى هنا انت ناقصك انك انت تحط هنا اصلا علامة استفهام. في النقطة بي بيقول لك did you know that in I had been working from home from مثلا for 2 months. حاتم طبعا انت معلش هنا حاتم يعني كأنك انت بتعامله معاملة المنادى. فاهم اقصد ايه؟ يبقى في الحالة دي المفروض انك انت هتيجي عامل ازاي بقى؟ يعني في نقطة شبه دي انك انت هتاخد رقمة عادي خالص وهتيجي قايل مثلا حاتم كده. يعني دي الإجابة المفروض انك انت تبقى ماشي عليها. فدي الغلطة في النقطة دي. طب النقطة التانية يا ترى ايه الغلطة اللي فيها؟ الغلطة ان did you know that ان I had been working from home او from home ماشي for 2 months وجا واخد الرقم وبعد كده حاتم. دي نقطة جميلة بس ناقصة ان عندك الابستروفي الموجودة. الابستروفي الموجودة اصلا دي غلطة لازم تاخد بالك منها. والنطق الصحيح بتاعها apostrophe. خد بالك من الحتة دي. لكن عشان بس انجازا للوقت ان احنا هننطقها لك باللفظ apostrophe كيفما تشاء او ابستروفي. طيب تعالى بقى في نقطة مهمة قوي. النقطة دي يعني نقطة شبه دي انت مثلا انت بتقول هنا did وبتحط هنا لفظ مثلا اسمه did you know. انت تعرف ان اللفظ ده did you know ده هو اصلا كده كده لازم ينتهي بعلامة استفهام. خلاص احنا كده وصلنا للنقطة دي. يبقى في النقطة ديت ان did you know عندك لازم يكون عندك هنا في علامة استفهام ده بشكل اساسي. جميل جدا. طب وبعدين بقى الجملة اللي بتتحط فيها بعدها بتكون جملة على هيئة سؤال. يعني ايه جملة على هيئة سؤال؟ معلش ما هو سؤال اصلا. يبقى هنا انت مثلا عندك did you know او عندك مثلا لفظ تاني اسمه do you know. شوف خد بالك من الحتة دي كويس جدا. او ممكن اقول لك لفظ تاني اسمه can you ونجاني can you tell me. مثلا الثلاث الفاظ دول انا عايزك بص تاخد بالك منهم بايدك واسنانك. 3 الفاظ زي دول ان في الاخر انت كده كده اصلا لازم تنهي بوجود علامة الاستفهام بتاعتك. وبناء عليه انك انت لما تيجي مثلا بعلامة الاستفهام او تنهي بعلامة الاستفهام ان هنا انت هتحط جملة. يعني did you know مثلا خد بالك اجي قايل ايه مثلا، خد بالك اللي هيحصل اجي قايل ذات واجي مكمل بقية الجملة ان I studied hard. يعني ايه I studied hard؟ يعني ان انا ذاكرت كويس. دي نقطة مهمة جدا خد بالك منها كويس قوي عشان ما يبقاش في عندك غلطة ملهاش ترتيب لازمة. في النقطة التانية نفس الفكرة. يعني انت ما ينفعش تقول did you know that ان وتكمل بقية الجملة وتقول did I study. اوعى تغلط الغلطة دي. النقطة دي محترمة، موضوع امتحان مهم. يبقى نقطتها وفكرتها انا بديك بص مساحة من الوقت. والله لو انا هاخد الوقت كله لحد الساعة 1 بالليل انا ما عندي مشكلة على الاطلاق انك انت تفهم تبقى فاهم الجزئية دي جت ازاي وبناء على ايه. وبناء عليه ان لتر لو بصينا على لتر دي
هنلاقي ان did you know انتهت فعليا بعلامة الاستفهام اللي موجودة بعد حاتم، وجت بعدها جملة كاملة عادي جدا خالص، واخدت القمة وكملت جملتها عادي. كده اصبحت الجملة الاجابة بتاعتها واضحة ومفهومة وانت فهمت الفكرة بتاعتها. يبقى سريعا الاختيار الاولاني او لتر A الغلطة بتاعتها ان لازم تحط علامة استفهام. النقطة الثانية انك تاخد بالك من القمة بتاعت حاتم اللي هو كأنك بتستخدمها كمنادى، يعني كأنك بتقول يا حاتم. في النقطة الثالثة ما تنساش طبعا الابستروفي موجودة عندك دي ناقصة، فدي طبعا إجابة خاطئة، فلازم تاخد بالك منها كويس جدا. في النقطة اللي بعد كده لازم ابقى واخد بالي من السؤال الثاني، خد بالك من حته. خلاص كده احنا خلصنا السؤال الاول ده. السؤال الثاني بقى بيقول لك ايه يا سيدي؟ لو تلاحظ ان هو بيقول لك كفكره مهمه جدا وتبقى فاهم انت عايز تعمل ايه، ان بيقول لك برضو اختار البنك تويشن المظبوط. حلو قوي. بيقول لك ان اماني ست اماني بس. خلاص كده اول نقطه غلط، ان المفروض طبعا لو بصيت انت عندك علامتين التنصيص موجودين، عندك القامه بتاعت عادل مظبوطه، يعني انت عندك هنا في القامه بتاعت عادل دي مظبوطه مفيش فيها اي مشكله خالص، اتفقنا؟ في بناء عليه ان انت ناقصك هنا مين؟ ناقصك هنا وجود القامه بتاعت سد، لان انت زي ما اتفقنا ان لما بتكون سد موجوده في الاول زي ما انت عارف بتجيب الشخص اللي بيتكلم، فبتقول مثلا ان علي سد عادي جدا، خد القامه، حط علامتين التنصيص بتوعك، حط الفول ستوب في الاخر. وانا قلت لكم قبل كده على فكره ان السؤال بتاع الدايركت والاندايركت سبيتش، المباشر غير مباشر، هو اهم الاسئله اللي بتيجي كاسئله سكيلز لطلبه الثانويه العامه. لازم تبقى واخد بالك من النقطه شبه دي. طيب دي الغلطه بتاعت لتر A. لتر B بيقول لك ان اماني سد اخذ القمه، حط العلامتين التنصيص. خلينا نشوف. هو المشكله بقى هنا ان انت عندك في نقطه. ايه النقطه؟ اولا هو حاطط ان وات اللي قدامك شايفها دي بحرف سمول، ماشي مفيش مشكله، دي غلطه. والغلطه الثانيه ان هو حط علامه تنصيص. خد بالك فين الجزء الاخير بقى بتاعت علامه التنصيص؟ يبقى دي الاجابه الغلط. يبقى عشان كده لازم ناخد بالنا. طب خلينا الاول في لتر دي، ان اماني ست كما جميل مفيش مشكله، وات ا وندرفول سربرايز. ناقصنا حاجه هنا مهمه جدا. ايه اللي ناقصنا؟ ناقصنا ان انا احط هنا علامه التعجب بتاعتي، وناقصني كمان في نقطه شبه دي ان انا اخد بالي ان ناقصه برضو هنا علامتين التنصيص بتوعهم. يبقى لازم علامتين التنصيص الموجودين قدامك لو واحده فيهم نقصت عن التاني. شوف انا بكلمك باللغه العاميه والسهله جدا، يعني انا مش عايز استخدمها لك كالفاظ اكاديميك تتعبك وتبهدلك وتقول هو كان يقصد ايه. انا بالبلدي خالص معاك اهو، ان علامتين التنصيص الموجودين لو واحده فيهم نقصت يبقى كده للاسف انت لو ما اخدتش بالك هتقع. يبقى لو تلاحظ ان في كل جمله فيها غلطه غلطتين على الاقل، لو غلطه واحده بس تحتسب الجمله خاطئه بشكل كامل. تعال بقى نيجي نشوف لتر سي. ليه احنا اخترنا لتر سي؟ اولا اماني ده معموله بحرف كابيتال. شوف انا ماشي معاك ازاي. حطيت سد عادي، حطيت هنا القامه مظبوطه جميله جدا، حطيت هنا لو تلاحظ علامتين التنصيص كده تمام مفيش فيهم اي مشكله. هنا عندك وات معموله بحرف كابيتال مظبوطه، وحطينا هنا علامه التعجب مظبوطه، وحطينا هنا الابوستروف مظبوطه. يبقى اصبحت الاجابه بيرفكت، ودي الافضل اجابه. طبعا في طالب يقول لك ما انا كمان عندي في لتر دي ان انا عندي ناقصه الابوستروف. اجابه صحيحه على فكره، بس انا قلت لك وفرت عليك مجهود كبير. قلت لك لو الجمله فيها غلط واحد بس تحتسب الاجابه خاطئه بالمره. الكلام ده منهي ما فيهوش اي جدال. وما تنساش دايما ان زي ما اتفقنا ان انت عندك سد هنا، خد بالك انت بتاخد القامه عادي جدا، خلاص حط علامتين التنصيص بتوعك عادي زي ما انت عارف، وبتكمل جملتك بالشكل الامثل اللي انت عارفه. امشي معايا بالامثله وامشي معايا بالاسئله بالشكل الكامل اللي انت متعود مني عليه. طيب لو جينا بصينا في نقطه او السؤال الثالث بيقول لك برضو نفس الكلام، ان which of the following is punctuated correctly. برجع اقول لك ان اهم نقطه في الجزئيه دي كلها انك تبقى فاهم انت ليه اخدت الاجابه الصحيحه، وما تفرحش انك اخدت الاجابه الصحيحه ومشيت. لازم تسال نفسك كويس جدا، هو انت ليه بقيت الليترز الموجوده اللي معلش A و B و C او 1 2 و 3 اشمعنى دول غلط؟ ده وارد جدا انك انت تبقى ساهي وما تعرفش ان في غلطه غير مقصوده انت ما انتش واخد بالك منها. تعال ما نيجي نشوف. تامر هتستخدمه كمنادى عادي، بتفصل عادي بجمله مع تامر، لان طالما انت جبت اسم الشخص الموجود بعد كده جمله، فانت لازم تفصل ما بينه وما بين طبعا الجمله بتاعته بالكوما. تامر have you read Great Expectations by Charles Dickens؟ جميل
حلو قوي. ما تنساش ان فوق ان ناقصها علامه الاستفهام، ودي نقطه مهمه جدا، ناقص علامه الاستفهام هنا. لو بصينا على letter B هتلاقي ان بيقول لك تامي have you read Great Expectations by Charles Dickens. دي نقطه معلش، يعني احنا هو اولا ده اسم شخص يعني مش ملكيه، خد بالك بالحته دي كويس. شوف هو بيلعب معاك على النقاط شبه عامل ازاي. يبقى دي مش ملكيه، معلش انا ما بقولش تشارلز ديكنز Great Expectations، انا ما بتكلمش على الروايه بتاعته. يبقى يهيأ ليك ان الجمله صحيحه، لا بالعكس، انت عندك هنا الابستارفي الموجوده قدامك دي اجابه خاطئه بالمره، لا تصح على الاطلاق اصلا في جمله. في النقطه لتر سي بيقول لك تامر بس فين القمه المنادى؟ طبعا هتقول لي في غلطات ياما، هقول لك ان اولا ما فيش غير الغلطه دي، ان هنا ناقصه اصلا وجود الايه؟ وجود القمه. لكن لو بصينا بقى بشكل جميل في الليتر دي، ان تامر هنا احنا عاملينها بحرف كابيتال، حطينا هنا القمه عادي جدا. Great Expectation خد بالك معموله بحرف كابيتال، يعني التو ليترز كابيتالز مش سمول اصلا، لان طبعا انت بتتكلم بتتكلم على اسم روايه، فلازم ابقى واخد بالي من نقطه شبه ديت. في نقطه تانية ان هي انتهت بعلامه استفهام، اصبحت النقطه متميزه، ودي اجابتك الصحيحه. جميل يا حبايب. طيب يا حبيب قلبي، هنا يا معالي الباشا بقى احنا بنيجي في السؤال اللي بعد كده بقى، او السؤال اللي هو السؤال كام؟ السؤال الرابع. بيقول لك which of the following is punctuated correctly. برضه نفس الفكره، 4 نقاط او 4 اسئله ب4 معلومات اروع من بعض. بيقول لك ان the headmaster said، جميل، ان رامي حلو واخد بعد كده كمان could you tell me why you don't. الجمله كلها على بعضها كميه اخطاء او في البانكتويشن لا توصف. اولا هنا انت عندك هنا معلش فين الابستورف الموجوده عندك؟ ابستورف الموجوده مش موجوده اصلا. النقطه الثانيه معلش، هو انت بتتكلم يعني معلش فين علامتين التنصيص بتوعك؟ بعدين رامي لازم يكون ايه؟ رامي لازم يكون جوه علامتين التنصيص. يبقى انت بتتكلم مين؟ هو رامي، انت بتعمله قصيده منادى. فاهم اقصد ايه؟ هو ما بيكلمش رامي عشان اقول ان زهيد ماستر ست وتيجي مكمل وقايل رامي. دي نقطه مهمه تاخد بالك منها. يبقى دول غلطتين عندك. في لتر سي الاول قبل ما ادخل على لتر بي، ان ذا هيد ماستر سيد كاما علامتين تنصيص رامي حلوه، هو لحد كده مفيش مشكله، بس في غلطتين عندي. الغلطه الاولانيه ان عندك رامي هنا انت ناقصك، عندك هنا وجود القمه. يعني استنى يعني اوضح لك بشكل افضل. انت عندك هنا ناقص عندك القمه في الجزء ده مش موجود، وعندك هنا الابستارفي الموجوده عندك المفروض تبقى موجوده مش موجوده. المفروض ان عندك ده سؤال، وللاسف ان السؤال مش موجود، علامه استفهام. 3 اخطاء، وزي ما اتفقت معاك ان لو عندك غلطه واحده او الجمله فيها غلطه واحده كفيله ان هي تقفل الجمله منك، وانك انت ما تختارهاش تحت اي بند من البنود. دي نقطه لازم تبقى واخد بالك منها. طيب خلينا نشوف الاول لتر دي. قال لك ان ذا هيد ماستر، وجاي بعد كده قال لك سيد. طبعا الجمله حلوه جدا مفيش فيها مشكله، لكن برضو نفس الفكره ان هنا المره دي برضو هو برضو حاطط هنا، يعني المفروض ان رامي ناقصه هنا برضو القمه بتاعتك بتفصل ما بين الشخص والجمله بتاعته، كانك بتتكلم على رامي ومنادى بتقول رامي كذا وبتكمل، افصل القمه على طول. فهنا فبيقول لك could you tell me why you don't. طبعا ده طبيعي ان انت ما عندكش ابصور هنا وعلامه استفهام. تعال لو بصينا بقى على ليتر بي وبص كده، التي كابيتال مظبوطه، عندك هنا القمه مظبوطه، عندك علامتين التنصيص. اوعى تمسك علامه تنصيص واحده وتطلع تجري على بقيه الجمله، الكلام ده يا حبايب ممنوع، عايزك تبقى طالب متزن. فهنا بصيت الاقي ان انا عندي هنا علامتين تنصيص، السؤال رائع والاجابه اروع. هنا في دي مظبوطه ودي مظبوطه، وهنا عندك هنا القمه مظبوطه، ده سؤال عادي ان could you tell me why you don't. الابستروف هنا الابستروف مظبوطه pay attention to your teacher، كده اصبحت الاجابه مظبوطه، كده لا خوف عليكم، الجمله فوق الممتازه. جميل قوي. تعالى ما نصلي على اللي يشفع لنا ونركز مع بعض اكتر، ونطلع يا سيدي ونطلع نشوف ايه اللي بعد كده، او السؤال ايه اللي جاي بعد كده. متفقين؟ ونشوف الاول احنا هنشتغل ازاي بناء عليه. طيب بص يا سيدي بقى في السؤال الخامس هنا which of the following sentences، اي من هذه العبارات يقول لك برضو is punctuated correctly. اي من هذه العبارات البنكتويشن بتاعها مظبوط، واحده بواحده، وما تخافش من حاجه، وخد بالك من نفسك قوي. انت على فكره السؤال الخامس ده سؤال ممتاز قوي، وسؤال رائع، وسؤال سهل جدا على فكره، يعني هو مش محتاج منك فزلكه. خلينا نسيب الليتر الاول وتعالى ما نمسك بي وسي ودي.
انا طبعا عامل لك حاجه حلوه جدا، انا معلم لك على الاجابه عشان ما تتوهش مني. هنا حاطط لك علامتين تنصيص للاسف الشديد بدون ما تتعب نفسك، ان انت عندك هنا ماشي، انت عندك هنا جميل، في هنا عندك علامه تنصيص ماشي، بس للاسف ناقصه. في النقطه اللي بعد كده هو حاطط هنا في لتر سي علامتين تنصيص مظبوطين مفيش فيهم اي مشكله، ولكن للاسف الشديد ان الناس هيحط اهم جزء في المباشر والغير المباشر على الاطلاق. دي نقطه مفيش فيها جدل عشان تبقى فاهم، ان هنا ناسا يا معالي الباشا ان يعمل ايه؟ ناسا ان يحط القمة، لان خد بالك ان سد لما بتكون موجودة في الاخر ايه اللي بيحصل؟ انت حطيت علامتين تنصيص عادي، فانت بتقول مثلا سيد علي، وليكن انت بتقول سيد علي يعني، وحطيت هنا علامتين تنصيص، ما تنساش ان في قمة فاصل هنا لازم تاخد بالك منها كويس جدا. وبالمناسبة بعض الطلبة يعني انا بستغرب السؤال ده جدا لاقصى درجه، يمكن انا وضحته للطلبه عندي في السنتر بشكل ملفت، فيجي يقول لك معلش احنا بنحط القمه جوه علامتين التنصيص اللي هو علامه التنصيص الاخيره، وفي بعض الطلبه يقول لك انا بحطها. يا جماعه عيب ان احنا نسال سؤال زي ده، وعيب ان انت تتكلم في حاجه شبه دي، لان سواء انت حطيتها جوه علامتين التنصيص او بره علامتين التنصيص دي راجعه ان انت بتتكلم على الشخص اللي بيتكلم او الشخص اللي بيكتب، سواء انت بتتكلم على بريتش انجلش او امريكان انجلش. الموضوع بسيط جدا مفيش اي مشكله خالص عشان تبقى فاهم النقطه دي وصلت. في النقطه اللي بعد كده ليدر، هنا عندك ليدر دي ان انت طبعا ناقص الابستروف الموجوده عندك وتصبح الاجابه الصحيحه، يبقى خلاص كده ان بي وسي ودي هم غلط وانت عرفت الغلط بتاعهم جاي ازاي. يبقى انت عندك هنا علامتين تنصيص مظبوطين، علم كده وقول دي صح زي ما انا بعمل كده بالظبط. الابستروف موجوده مظبوطه، حطيت هنا القمه الثانيه بتاعت سد وحطيت هنا علامتين التنصيص، اصبحت الاجابه صحيحه. انت عارف ده بيحميك انك انت ما تقعش في ولا غلطه، ان ممكن اي طالب او اي طالبه ممكن بالرغم من كده انك انت بتعمل حاجه غلط طبعا انك تاخد اجابه من زميلك او من زميلتك، فطبيعي ان هي تقول لك الاجابه الغلط وانت ما انتش دريانه بحاجه زي دي. ودي طريقه متميزه ان هي فعلا تخليك انك انت ما تغلطش ولا غلطه. يبقى اهم نقطه وانت بتحل السؤال، اي سؤال في الدنيا، اي سؤال فيه اختيارات، يعني الاختيار بتاعك A و B و C او 1 2 3 4 الى اخره، لازم تسال نفسك بعد ما تختار الاجابه الصحيحه، اسال نفسك كويس جدا هي ليه الاجابه دي صح واشمعنى الباقي ده غلط. هيوفر هياخد منك مجهود شويه صغيرين قد كده، لكن هيحميك حرفيا من اي حد يقول لك اجابه غلط، وتبقى واثق من اجابتك 100% بمشيئه الله. في السؤال بعد كده، في السؤال السادس بيقول لك نفس الفكره، ان which of the following sentences is punctuated correctly. برضو ده عود نفسك انت بتتكلم مع شخص، انت جبت اسم الشخص مثلا، هتجيب وائل مثلا، وائل، وهتجيب بعد جمله خلاص على طول. اصل انت ما بتقولش ان وائل بلايد فوتبول دي جمله كامله، لا معلش، انت بتقول له وائل هو انت خلصت مذاكرتك، كانك انت بتتكلم بصيغه المنادى مع الشخص اللي قدامك ده. فلازم هنا في النقطه الاولى الاول لتر ايه، طبعا اظن واضحه وضوح الشمس ان انت لقيت القمه هنا بتاعه وائل. اللي حصل عندك انك انت ما لقيتش القمه بتاعه المنادى او الفاصل بتاع الشخص مع الجمله بتاعته، انتهى الكلام على كده. في لتر بي ناقصه طبعا، انك انت ناقصه عندك هنا انك تحط هنا اداه الاستفهام، لان معلش ده ايه، معلش ده سؤال صح ولا لا؟ يبقى لازم معلش انك انت تحط ده سؤال. وانا قلت لك قبل كده لما الجمله تكون مثلا مبدوءه ب did you know did you realize، هل انت لاحظت الكلام ده؟ على فكره دي نقطه مهمه. انت يعني مثلا انا هكتب السؤال اهو، بص مثلا يعني، فبقول لك ايه مثلا ان did، حلو كده، وبقول لك you، وهنا نفس الكلام وجا قايل هنا realize، حلو. طبعا بيخيل ليك ان ده خلاص ان ده الجمله كلها هتكون استفهاميه، ماشي، بس did you realize دي انا حطيت هنا في الاخر علامه الاستفهام بتاعتها. الباقي اللي هيجي بعد did you realize دي جمله عاديه جدا، هيكون فيها question word، هيكون فيها يعني اداه استفهام او كلمه استفهام زي what او where او why، ايهما اقرب يعني it doesn't matter which one you choose، مش هتفرق اي واحده انت هتختارها. ولكن لازم تبقى واخد بالك ان انت هتجيب الكويستشن ووردز عادي جدا، وبعد كده هتحط السبجكت، وبعد كده هتحط الفاعل، وبعد كده هتكمل جملتك عادي جدا، بسيطه مفيش فيها اي مشكله. الفكره دي اتعادت بس بتيجي بشكل مختلف. يبقى هنا تعالى بقى بص لتر دي وائل مظبوطه، دي جولايز واي مثلا اي واز انجروز جمال. هنا ايه بقى الابستار في الملكيه بتاعت جمال ذا براذر، يبقى لازم ابقى واخد بالي منها كويس جدا ان هي ناقصه. لكن لو بصيت هنا ان وائل كابيتال، لو تلاحظ
ان حتى هو يعني في معظم الجمل ما بدأناش بالكابيتال والسمول او الحاجات دي، لكن انا تركيزي معاك ان طالما هو بيقول لك في سؤال البانكتويشن، ويجي يقول لك اختار لي الجمله اللي فيها بانكتويشن مظبوطه، لازم انا ابقى واعي جدا في الاجابه. تركيزي الاول والاخير على حروف الكابيتال، حروف السمول، بدايه الجمله، نهايه الجمله، بدايه جمله خبريه تتحط في الستوب في الاخر، بدايه جمله استفهاميه هتحط هنا كويستشن مارك عادي في الاخر. دي حاجات بتحميك سريعه. وصلت ولا لا؟ وبعد كده تبدا تشوف ايه اللي هيحصل معاك تاني. هنا عندك هنا في القامه مظبوطه، حطيت هنا دي جولايز، ده سؤال عادي، كويستشن مول زي ما اتفقنا، حطينا جمله عاديه جدا تمام عادي، حطينا الابستارف هنا، الابستارف الملكيه مظبوطه، حطيت كويستشن مارك، كده اصبحت الجمله صحيحه مليون في الميه. النقطه رائعه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، فخد بالك من النقطه ديت. يبقى زي ما اتفقنا انت بتتكلم على اي نقطه شبه دي لازم تبقى واخد بالك هو ليه انت مختار. طيب يا سيدي، في السؤال السابع which of the following is، استمتع بالحصه، which of the following is punctuated correctly، يعني بيقول لك اختار برضه punctuation. اهم حاجه الحرف الكابيتال سمول، دي اهم نقطه. الاول انت عندك هنا الاي كابيتال مظبوطه، يعني ما فيهاش اي مشكله خالص بالنسبه لنا احنا، يعني حاطين اي ماشي. هنا الابستروفي هنا موجوده مظبوطه ماشي، مفيش مشكله، يعني بنسميها إيه هنا دي خلاص قلناها. هو هنا مسكك في قاعده تعتبر هي قاعده، لكن من اهم علامات على فكره النقطه دي احنا قلناها لزمايلكم كتير. قلنا ان however لما بتكون موجوده كده بالشكل اللي انا كاتبه ده، يعني بنسميها ان however تكون في بدايه الجمله الثانيه. ولو انت لاحظت ان انا بقول لك ان however تكون موجوده في بدايه الجمله الثانيه، بداية الجملة الثانية يعني بمعنى أصح إن هنا في نهاية جملة أولى، يعني لازم تكون منتهية بالفول ستوب عادي، وتيجي واخد بعدها القامة عادي جدا جدا برضو. هتجيب جملة هنا عادية خالص، وهتجيب جملة هنا عادية خالص، والجملتين هيكون بينهم كونتراست. يعني إيه كونتراست؟ يعني هيكون ما بينهم تناقض. فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ وبناء عليه ان ما ينفعش انك انت تعملها سمول بالشكل اللي حضرتك شايفه ده بس خلاص. وانا قلت لك قبل كده ان طالما غلطه واحده طلعت في الجمله انتهى الكلام على كده، فاصبحت الاجابه دي اجابه خاطئه. في النقطه لتر اللي هو انت عندك لتر بي برضو خلاص، انت عندك هنا لاحظت في غلطه عندي وضحت طبعا، الابستروف الموجوده خلاص يا باشا احنا اسفين لك ان الجمله دي غلط بالمره. هنا في النقطه الثانيه الاي كابيتال مظبوطه تمام، وهنا الابستروف مظبوطه، حط في الستوب عظيم، حط هاويفر حرف كابيتال مظبوطه. ناقصنا هنا ايه بقى؟ ناقصنا هنا الكما. فاهم اقصد ايه؟ يبقى انت هنا بتعالج السؤال بتاع البانكتويشن بمعلومات مختلفه تماما. يعني ايه معلومات مختلفه تماما؟ يعني انت بتعاملها معامله محترمه، ان حتى بتعالج حاجات لازم تاخد بالك منها. عشان كده دايما المدرس المتميز هو، انا ما يهمنيش اختيارك الاجابه الصحيحه، حتى الطلبه عندي عارفين ان انا ما يشغلنيش الاجابه الصحيحه قد ما يشغلني انت جايب الاجابه الصحيحه دي بناء على ايه. لدرجة ان انت لو اخترت اجابتك الصحيحة وانا مش مقتنع انت واخد اجابتك الصحيحة ليه، بتحسب الاجابة ليك غلط حرفيا لحد ما تقول لي انت واخدها بناء على ايه. ده بيحميك جدا انك تدخل امتحان نهاية السنة ان ما عندكش اي اخطاء، وواثق عندك كونفيدنس جامدة في الاجابة بتاعتك. دي نقطة. في النقطة لتر دي ان اي ويل، طبعا الاي كابيتال، بص انا بحل ازاي. الاي كابيتال عظيم، الابستروف الموجودة مظبوط، حط هنا يا باشا الفيرست ستوب مظبوط، هنا وجود القمة مظبوطة جدا، خلاص خلصت الإجابة صحيحة مليون في المية. عظيم كده. طيب حلو قوي. في السؤال الثامن العظيم الجميل بيقول لك برضو which of the following is punctuated correctly. هنا my father said امشي عادي جدا، مالكش علاقة بأي حد مهما حصل، امشي مظبوط my friend. الماي كابيتال يعني الام كابيتال دي جميل قوي. سد هنا بعدها قمة عظيم، في علامتين تنصيص عظيم جدا جدا، علامة استفهام ده سؤال. بص على الجمال بقى، اوليفر الاو وهنا تويست لان ده اسم شخصية اوليفر تويست، واسم رواية كمان اكيد سمعتوا عنها. لكن بيبقى ان في هنا ايه بقى، ان هنا في عندي هنا ايه، ان هنا عندي غلطة. الغلطة ان هنا نسى يحط مين؟ رامي. هو هنا حط لك في الاخر ايه؟ معلش، هو هنا حط لك في الاخر رامي. يا باشا احنا اتفقنا في الكلام ده. انت هنا فرضا يعني انت هنا بتجيب جملة، بتجيب هنا سؤال، وهتحط رامي هنا في الاخر، لازم تفصل
ما بين رامي والجملة بتاعته او رامي والسؤال، ودي نقطة محترمة جدا تاخد بالك منها، لان انت بتعاملها زي ما قلت لك معاملة المنادى، فانا لازم ابقى واخد بالي جدا من حاجة زي دي، فلازم تكون القامة موجود. وعلى فكرة في نقطة مهمة جدا انا نبهت ليها طلبة السنتر كاملة، ان القامه الموجوده في الجمله بتاعت مثلا انت بتتكلم على منادى، مثلا بتتكلم مع رامي مثلا، انت بتتكلم على جمله سواء انت بتتكلم على جمله سؤال، يعني مثلا انت بتقول له مثلا did you study وجيت واخد القامه رامي، لازم القامه ما تكونش تابعه لرامي، القامه تكون تابعه للجمله بتاعتها الاصليه. ازاي بجد؟ تعالى ما نيجي نشوف مثال. يعني مثلا ما اقول لك مثال بسيط قوي، ما اجي اقول لك ايه did you، واجي لك هنا did you study، حلو كده، اوعى تغلط غلطه انت ما انتش قدها. فيجي الطالب، على فكره النقاط دي هو بيعتمد عليها اعتماد رهيب على فكره، وبيبقى فاهم كويس جدا انت هتغلط فيها ولا مش هتغلط فيها، وبناء عليه ان في حاله شبه دي ما تاخد بالك منها، ما تعملش كده. يعني انا جيت حاطط هنا علي وجيت حاطط هنا كويستشن مارك علامه استفهام، لو انت عملت كده القامه بقت كارثه. الكلام ده انا وضحته كتير جدا للطلبه، لكن عايز كده اصبحت اجابه خاطئه، لكن كده يبقى ده غلط. لكن الصح ايه بقى؟ انك تقول ديد وتيجي قايل يو وتيجي قايل استادي، اتفقنا كده، وتيجي واخد الرقم عادي جدا وتيجي قايل علي، اتفقنا، يعني سايب سبيس وتيجي حاطط علامه استفهام. دي معلومه سريعه ومعلومه محترمه لسؤال شبه ده. طيب جميل قوي. في النقطة اللي هو لتر بقى، تعالى نشوف لتر دي الأول فيها غلط إيه، بس خلاص هو فيها القامة هنا مش موجودة، خلاص يا باشا كده يبقى عدانا العيب في حاجة شبه دي. في لتر سي عندك هنا الام كابيتال، وعندك هنا القامة موجودة بعد زد، خلاص، وهنا عندك علامتين التنصيص، عظيم جدا، أصبحت هنا وهنا في قامة، وهنا ده كابيتال ده كابيتال، أصبحت الإجابة صحيحة. أنا ماشي معاك بمنتهى الهدوء. من أعظم الأسئلة السؤال التاسع، which of the following is punctuated correctly. هنا في النقطة الأولى في column موجودة، جميل جميل، ده من أعظم الأسئلة. عايز بعدها تفاصيل بالمناسبة، خد بالك من الحتة دي كويس قوي، وهنيجي لشرحها تفصيلا دلوقتي. بعدها هنا ماشي جميل قوي حلو. طب امال ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص هنا ان اولا دي مش غلطة، دي إجابة صحيحة، لكن اللي ناقص هنا قال لك ان هنا ذا، وقال لك need for money، نسى ان يفصل ما بين التفاصيل وبعضها. غلطة شيلت الجملة. النقطة الثانية، هو حط لك هنا there are three main clues to the crime، حط لك يكون برضه عادي جدا، سؤال حلو. قال لك the need for money، هنا the previous quote طبعا with the old man، اتفقنا the old man and the blood one طبعا on the young. هنا الغلطة ان انت عندك مين؟ الابستروفي ناقصة بشكل قاطع. خلصت كده، اصبحت الاختيار الاولاني ده اجابه غلط، الاختيار الثاني ده اجابه غلط، نسيب بس الاختيار سي الاول. فهنا في الاختيار بعد كده دي قال لك ان there are three main clues to the crime. خلاص خلصت، بس الغلطه فين؟ اظن انت عرفت من غير ما اتكلم معاك. لكن في اللتر سي القامه موجوده حلوه قوي، حط هنا القامه مظبوطه، حط الابستروف هنا مظبوطه، اصبحت ان دي الاجابه الصحيحه. اشيل لك بس دي الاول عشان ايه؟ عشان تبقى فاهم ان دي طبعا، يبقى هنا انت عارف ان دي غلطه جامده قوي، ما ينفعش ان احنا نسيبها لاي سبب. تمام يا حبيب؟ طيب حلو قوي. في السؤال رقم 10، في السؤال العاشر برضه نفس الفكره، ان بيقول لي سيادتك which of the following is punctuated correctly. do you have sugar free cookies؟ هدى حلو، هو جميل، بس انت نسيت في حاجه عندك مهمه للغايه، ان عندك من قواعد الصفات اللي موجوده عندك او القواعد الاساسيه لمنهجك ان انت عندك حاجه اسمها صفات مركبه. فهنا لو بصيت عندك ان هنا الغلطه اللي عندك هنا الهايفن موجوده، ضاعت، خلصت، باظت، يبقى كده اصبحت الجمله غلط. هنا في الجمله دي طبعا ده سؤال، انت هنا الغلطه انك لازم تحط هنا علامه استفهام. خليني امشيها لك بالشكل ده افضل، عشان ما تبقاش الدنيا مكركبه بالنسبه لك ان دي غلطه، وعندك هنا برضو ان دي غلطه عايز علامه استفهام. لكن لو بصينا برضو هنا ان ما ينفعش تحط ما بين sugar free cookies، خد بالك من الحته دي، الا بوجود الهايفن بتاعتها، فدي اصبحت اجابه خطا. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، ودي نقطه مهمه جدا ومعلومه بتتقال على السريع برضو، انك ما تحطش الهايفن في صفه مركبه على الاطلاق الا بوجود الاسم بتاعها. بجد؟ طبعا بجد. يعني انت بتتكلم هنا على مثلا على شوجر وبتتكلم هنا على فري، كده لازم هنا تاخد بالك ان انت هنا عندك كوكيز،
فاهم القصه ماشيه ازاي؟ يبقى هنا وبناء عليه ان هنا تحط الهايفن، خلص الكلام على كده. يبقى هنا الدي كابيتال مظبوطه، هايفن مظبوطه، القامه مظبوطه، هدى مظبوطه، علامه استفهام مظبوطه. اصبحت ان دي الاجابه الافضل على الاطلاق يا حبايبي. طيب يا حبيبي نصلي على اللي يشفع لنا ونقول عليها افضل الصلاه والسلام. في السؤال رقم 11 which of the following is punctuated correctly؟ في اللتر A نشوف حط علامتين تنصيص. خلينا نشوف الاول. بالمناسبه ان يلد بمعنى هنا اصلا في السؤال ده بمعنى صاحه. بالمناسبه يعني عشان تبقى فاهم ادلك بس الاول اسئله. يبقى يلد هنا دي بمعنى ايه؟ بمعنى صاحه. يعني حاول تاخد بالك منها. وخلينا نشوف بقيه الاسئله. لوك اوت. لوك اوت دي يعني احترس، خد بالك، لازم خد بالك طبعا دي من الالفاظ اللي بتدل على التعجب. فلازم تاخد بالك من الحته دي كويس جدا، ان الغلطه هنا غلطه ايه؟ غلطه علامه التعجب. ويا سلام بقى لما يبقى عندك السؤال والاقيك مطلع الغلطه وكاتبها جنبها، بحيث انك لما تيجي تراجع تبقى واثق من الاجابه بتاعتك ثقه تامه. خلينا نسيب بيه الاول ونبص على سي. بيقول لك لوك اوت، حط علامه استفهام. انتهى الكلام. اللي انت بتعمله ده غلط، كارثه. لان احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على لوك اوت عادي كده، بتحط علامه التعجب بتاعتك، تاخد جملتك عادي جدا، ونشوف دنيتك هتبقى ماشيه ازاي. طيب خلينا نشوف هنا في النقطه دي ان انت عندك هنا لوك اوت وعلامه تعجب there is a car behind you. اظن انت عرفت هنا ان في مين؟ القامه الخاصه. برضه نفس الكلام، ان الشخص وجملته او الشخص وسؤاله تفصل ما بينهم كقامه منادى عادي جدا. بناء عليه ان في النقطه او لتر بي لازم تاخد بالك جدا من نقطه شبه دي. علامتين التنصيص مظبوطين جدا، ده حاجه عظيمه. علامه التعجب تمام. التي كابيتال، خد بالك، شوف انا بحل معاك ازاي. التي هنا كابيتال، اتفقنا، عظيم جدا اهو. ابستروفي هنا مظبوطه تمام، عظيم جدا برضو. هنا القمة تابعة للجملة مش تابعة لتامر، خد بالك من النقطة دي، عظيم جدا. تامر موجود قدامك هنا، هتلاحظ ان هو بحرف كابيتال. علامة التنصيص، علامتين التنصيص مظبوطين. الفلسطاب مظبوطة. اماني معمولة بحرف كابيتال. يلد في الاخر فلسطاب فوق الممتازة. الاجابة لتر بي اجابة بيرفكت. في النقطة او في السؤال بقى اللي بعد كده ان بيجي يقول لك which of the following is not. بس اقف ما تتكلمش. هنا الراجل ده او في السؤال ده قال لك هنا كشرط اساسي is not، واللفظ بتاع هنا is not لو تلاحظ ان is not اصلا في الاجابه. تعرف معناه ايه؟ يعني معنى الكلام ده ان في 3 اجابات صحيحه تماما وفي اجابه غلط، فلازم تمشيها صح وغلط، يعني كانك بتعمل يس ونو بالظبط. خلينا نشوف مع بعض، نصلي على اللي شفع لنا الاول كده. she said، خد القمه، حط علامتين التنصيص، عظيم جدا، ما عنديش ولا غلطه. هنا ده كابيتال، هنا عندي هنا في عندك هنا سيب بعدها هنا في القمه علامتين التنصيص، جميل قوي، علامه استفهام، الاجابه صحيحه، الاجابه ما فيهاش ولا غلطه. هنا follow my instructions to stay safe، وحط هنا القمه عشان في سد في الاخر، وحط هنا في قمه وفي السؤال، والسؤال عظيم بكل ما تحمل الكلمه من معنى. طب نشوف الاول دي، خلينا نشوف الاول دي. هنا you are doing، هنا اليو هنا يعني معلش انت عندك يو، الواي عندك حرف كابيتال مظبوطه، الابستروفي مظبوطه، جميل. عندك doing an amazing job، اخذ القمه والقمه تابعه للجمله. لا انت تعبتني على فكره بقى، انت كمان تعبتني بجد. انا يعني كده فاهم اقصد ايه؟ يعني ممكن لو سمحت بقى شويه، يعني ممكن ايه تبقى كده اهو، حاجه بسيطه. خليك بقى زي ما انت، هتتعبني ليه؟ ماشي. doing an amazing job هنا جميل قوي، دي صحيح. لكن تعالى بقى بص، طبعا احنا قلنا يعني مثلا لما اجي اقول لك مثلا اظن انت فهمت ايه اللي هيحصل في النقطه شبه دي يا باشا. انت نسيت انك تحط الهايفن. يعني هو الراجل هنا سامي از انت بتتكلم على وهنا حطيت 30، ماشي جميل جدا. فين بقى الهايفن بتاعتك؟ وبعد كده حطيت هير، وبعد كده انت بتتكلم على، فاهمين اقصد ايه؟ يبقى هنا الغلطه فين؟ في الهايفن. فلازم خد بالك، اصل انت ممكن تغلط غلطه جامده. لازم تقرا راس السؤال بتاعك كويس جدا. اي من هذه العبارات is not punctuated، يعني البانكتويشن بتاعها مش مظبوط. دي نقطه مهمه جدا تاخد بالك منها. في السؤال 13 which of the following is punctuated correctly. جميل، اتعلم، خد خبره. هنا في السؤال ده بيقول I'm visiting you tonight. معلش بس انت هنا حطيت لي علامه تنصيص، يعني معلش علامات التنصيص لازم تكون مكتمله.
انت هنا بتتكلم على الجزء ده، معلش هنا ناقصه، معلش انا اسف، كده اصبحت الاجابه دي غلط، واظن انت عرفت الغلطه فين. في لتر بي I'm visiting you tonight ناقصه، فين هنا؟ فين القامه؟ اوعى تغلط غلطه شبه دي. فين القامه؟ انا قلت الكلام ده. سد لما بتكون موجوده في نهايه يعني معلش الجمله بتاعتها لازم فين القامه هنا، يبقى كده خلاص دي غلط. لو بصينا بقى في لتر سي، سيب لتر سي دلوقتي، خش على لتر دي، بيقول لك I'm visit بس خلاص كده. يبقى هنا بقى في لتر سي I'm visiting you tonight I am visiting you ماشي الاي كابيتال مظبوط، حلو جدا، خليك ماشي معايا خطوه بخطوه وما تسبقنيش. هنا عندك علامتين تنصيص عظيم جدا، القامه مظبوطه، حطيت في الصب في الاخر مظبوطه، اصبحت ان دي افضل الاجابات على الاطلاق. يبقى هنا من باب انك انت لازم تبقى طالب ثانويه عامه او ثانويه ازهريه داخل امتحانك عندك الخبره الكامله في التعامل على كل انواع الاسئله. مفيش حاجه اسمها ان انا ادخل امتحان وسؤال يجي يقول لك ان هو تخلي السؤال يعلم عليك. ده مرفوض لطالب الثانويه العامه، لان انت ما انتش اقل من اي طالب بيجيب كليه طب، ما انتش اقل من اي طالب بيجيب مجموع عالي في امتحان الثانويه العامه. فركز وخد بالك من الاجابات. في النقطه 14 Which of the following is punctuated correctly؟ على فكرة بقى بص السؤال ده أنا ليا تعقيب جامد عليه. هقول لك ليه. بالمناسبة السؤال ده أنا واخده لك نصا كده بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، ما رضيتش إن أنا أعدل فيه أي نقطة لأي سبب كان. وصلت؟ Which of the following is punctuated correctly؟ طبعا لو بصيت سؤال مربك، ليه؟ لأنه هو حاطط فيه حاجات كتير. حط فيه أصلا يعني تقريبا علامات يعني اجزاء البانكتويشن كامله. فهنا طبعا انت لو تلاحظ امشي معايا بقى خطوه بخطوه عشان تفهم انا عايز ايه. لو انت ما فهمتش الكلام اللي انا بقوله للاسف الشديد ففي غلطه عندك انت لازم تعالجها بسرعه. هنا انت عندك في السؤال ده ان بيقول لك you have to improve your English it's a widely spoken language. طبعا انت عرفت ان هي صفه مركبه، لكن في النقطة بتاعت وايدلي سبوكن يعني الحال اللي هو منتهي بالال واي ده في مشكلة بالمناسبة. وبمناسبة السؤال ده أنا لازم أوضح لك نقطة محترمة جدا في حاجة شبه دي. أنت عندك الحال اللي بينتهي بالال واي، طبعا في اللغة الرسمية بتاعتك إن ال واي لما بيجي بعده تصريف ثالث اللي هو الصفة، زي أنت بتتكلم على وايدلي سبوكن لانجويج، ما بتحطش الهايفن بتاعتك هنا خالص. فاهم أقصد إيه ولا لأ؟ يبقى انت بتتكلم على وايدلي لان ده حال اصلا منتهي بالال واي. طب وبعدين تقصد ايه؟ اقصد اقول لك ان السؤال ده حصل فيه مشكله زي ما انت شايف قدامك كده. طبعا انت لو بصيت طب تعالى ماشي الاول في الاخطاء سي، هتلاحظ ان هنا الواي اصلا معموله بمين؟ معموله بحرف سمول. يمكن دي الغلطه الوحيده اللي ممكن نستثنيها من الحوار ده كله. لكن لو بصيت على لتر دي يعني معلش اعمل بقى كده مقارنه ما بين لتر بي ما بين لتر دي. وبالمناسبة لو دماغك جابتك في انك انت تقول ان لتر بي اجابة صحيحة ولتر دي اجابة خاطئة، او العكس ان لتر دي اجابة خاطئة ولتر بي اجابة صحيحة، للأسف الشديد انت محتاج انك تراجع كويس. انا قلت لك ان انا واخد لك السؤال ده، وعلى فكرة ده بالمناسبة ده السؤال الوحيد اللي ليا تعقيب عليه. فهنا انت عندك هنا في يا باشا ال واي موجود قدامك، وعندك هنا في تصريف ثالث موجود قدامك. حلو قوي خلاص. طب اكتبهم لك بقى بشكل واضح جدا 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 كده عشان ايه نبقى على نور ونبقى فاهمين احنا ماشيين ازاي. احنا قول تاني، انت دلوقتي عندك ايه؟ عندك الحال، عندك هنا الحال منتهي بالال واي، وعندك هنا تصريف ثالث اللي هو بتعمل معامله الصفه. وطبعا الطبيعي ان لما بيكون اصلا في حال عندك بال واي حرفيا بشكل فورمال ان ممنوع انك انت تحط الايه الهايفن الموجوده عندك. لكن في كتاب الوزاره في كتاب الورك بوك صفحة 32، لاحظ اللي انا بقوله كويس جدا، في كتاب الورك بوك صفحة 32 وفي كتاب الستودنت بوك صفحة 86. النقطتين دول انا وضحتهم لطلبة السنتر، ان في كتاب الورك بوك قالها نصا ان ممكن في اللغة الغير رسمية ان انا ممكن احط الهايفن عادي جدا. يعني ممكن هنا تيجي قايل في اللغة ديت ان you have to improve your English it's a widely spoken language، ممكن حرفين انك انت تحط الهايفن عادي عشان تبقى فاهم. طبعا لو جاب سؤال زي ده في الامتحان هيبقى فيه مشكله كبيره، لان الطالب لو اختارها طب مين بقى؟ بص يا سيدي بقى، بشكل عام في اللغه ان استخدام الهايفن مع وايدلي سبوكن هو الشائع على الاطلاق. يعني استخدام الهايفن هنا هو الشائع على الاطلاق. لكن عشان كده انا بقول لك ان تعقيبي على السؤال ده ان هو ما ينفعش يحط الاجابه بالشكل ده، لان هنا literary حرفيا ان الاجابه literary دي
ولتر بي ما فيهمش اي نوع من انواع الغلط تحت اي بند من البنود. وصلت؟ حبيت اوضح لك النقطه دي وتبقى واخد بالك كويس جدا من نقطه شبه دي وتدعي لنا كده وانت بتذاكر. طيب تعالى اما نيجي نشوف في السؤال رقم 15. Which of the following is punctuated correctly؟ لازم نعود نفسنا في سؤال شبه ده. خلينا نشوف. رامي هنا بس خلاص مش محتاجه يعني مش محتاجه منك كلام اصلا لاي سبب. ليه؟ اقول لك. لان اولا هنا زي ما انت عارف لو تلاحظ هنا ان مفيش اصلا عندي هنا القمه. انتهى الكلام، انتهت خلاص كده، اصبحت دي اجابه خاطئه. رامي اخذ القمه. it will be طبعا it will be nice to see you again at my sister. الابوستروف هنا ايه بقى؟ الملكيه. كده اصبحت الاجابه دي خاطئه. في لتر دي رامي it will be nice to see you again at my sister's wedding party. هنا نكس ويبقى قال بص Thursday. اوبا التي مين؟ التي سمول. واحنا متعودين ان جميع ايام الاسبوع وجميع اسماء الشهور لازم يكونوا مكتوبين بحرف كابيتال. يبقى تصبح الاجابه الصحيحه لتر سي. اوعى تعمل كده بقى، اسال نفسك يا صح ليه. بناء عليه ان رامي الار كابيتال مظبوطه، هنا الكاما مظبوطه، عندك هنا الابستروف اللي موجوده مظبوطه، الابستروف العليا مظبوطه، هنا ده مظبوطه، في الصب في الاخر اصبحت دي الاجابه الصحيحه. تمام يا معلم الباشا كده؟ يلا مع بعض. هنا بقى الكولن، طبعا انا قلت لك من شويه ايه؟ ان انا بحط هنا الكولن موجوده قدام حضرتك زي ما انت شايفها كده، بتتحط عشان خاطر ان هي تديك تفاصيل. تديك مين؟ يعني انا حطيتها كده يبقى هنا بتديك ديتيلز. يعني ايه ديتيلز؟ يعني يا باشا في نقطه شبه دي ان هي بتديك حاجه برضو اسمها explanation، يعني بتديك توضيح. خلص الكلام، عرفت ان الاجابه بتاعتك show explanation. طيب لو بصينا في النقطه 17 في السؤال 17 which of the following is punctuated. السؤال ده عظيم. شوف انا هقولها لك تاني. طب انا هقولها لك تاني. السؤال رقم 17 من اعظم الاسئله لطلبه الثانويه العامه، الثانويه الازهريه، ان لو جالك في الامتحان كميه طلبه هتطلع منه عندها كميه اخطاء وغريبه الشكل، وهتقنع نفسها باجابات غريبه الشكل برضه. طب ده بناء على ايه؟ بناء على ان السؤال 17 في فكره محترمه. الفكره المحترمه اللي موجوده قدام سيادتك هشرحها لك. اولا بيقول لك which of the following is punctuated correctly. فبيقول لك هنا her son in Jack John's. ماشي، في هنا جي ار. الجي ار اللي موجوده قدام سيادتك دي لازم تاخد بالك منها. اخد بالي منها ازاي؟ اقول لك. تاخد بالك منها في نقطه مهمه، ان الجي ار اللي قدامك دي اختصار لكلمه جانيور، يعني الصغير. مش فاهمه بجد والله مثلا؟ بجد اتفقنا. جانيور اللي موجوده قدامك دي. طيب حلو قوي. طب دي معلش يعني ايه بقى؟ يعني كاننا بنقول ان الولد او البنت ديت متسميه على اسم نفس الشخص، او الولد ده متسمى على اسم نفس الشخص ده، جاك جونز. شفت؟ فهمت القصه دي؟ فدي نقطه مهمه. يبقى هنا لو هطلع، وخد بالك لازم بعديها يكون في فول ستوب. لازم يعني بعد هنا الجي ار، هنا جي ار عادي، جي ار هنا لازم تاخد بالك من الجي. ايه اللي بيحصل بقى؟ ان يكون بعدها فول ستوب، لازم بشكل قاطع. بس سؤال افكار محترمه. فهنا هشام الكما مظبوطه، هنا في برضو الفول ستوب مظبوطه عادي جدا، لانك طبعا عشان خاطر الجي وعندك ار. خلاص كده تمام، حاطط فول ستوب. طبعا الكما دي بتفصل ما بين هيرسون وجاك جونز، وكما واز بورن، وتكمل جملتك عادي. خد بالك من القصه دي كويس جدا. وصلت ولا لا؟ يبقى عشان بس اشيل لك، انا عايز اشيل دي المساحه دي وهكتبها لك دلوقتي تاني. اتفقنا؟ فعشان كده ناخد بالنا من الجزئيه ديت وما اقعش فيها لاي سبب كان. وصلت؟ هقول لك دلوقتي تفاصيلها. طبعا هنا غلطه تانية، ان ايه بقى موجود قدامك؟ ان الان بتاعت نوفمبر، طبعا ده معلش ده اسم شهر، واسم الشهر ماله لازم يكون معمول بحرف كابيتال، يبقى اصبحت الاجابه دي اجابه خاطئه. طب في لتر بي، ان هشام خد الكما جاك جونز. ناقصه هنا مين؟ هنا لو تلاحظ ان انا معلمك، شوف حتى كاتبها لك بالايه باللون الاحمر، ان هنا المفروض ان تبقى جي وحطينا هنا ار، والمفروض تكون فول ستوب، وبعد دي الفول ستوب بتاعتها هي. يعني كانك وانت بتتكلم مثلا على دكتور كده، مثلا مستر بعد كده فول ستوب محمود مسعود مثلا، دي لازم تاخد بالك منها. فكده اصبحت الاجابه دي غلط. في هنا في الليتر سي، ان هنا انت عندك هنا ليتر سون وجاك جونز لازم نفصل ما بينهم بكما، صح ولا لا؟ لكن لو بصينا بقى الفلتر دي بقى، بص كده الاتش كابيتال منتهي بفول ستوب. شوف انا مشيت ازاي. هنا انا حطيت الكما تمام،
جاك هنا معموله بكابيتال، جونز هنا معموله بكابيتال، جاي معموله بكابيتال، ار هنا تمام وحطيت في الصب، الكما فصلت هنا was born on تمام. هنا اسم الشهر معمول بحرف مين كابيتال. وتاخد بالك بقى، اسمع النقطه دي عظيمه جدا لاقصى درجه. يبقى بنقول تاني ان النقطه 17 من اعظم اسئله المهارات على الاطلاق لطالب الثانويه العامه والثانويه الازهريه. اقول كمان مره ان السؤال 17 النقطه 17 من اعظم اسئله الثانويه العامه والثانويه الازهريه على الاطلاق. كميه punctuation marks لا توصف. يعني هنا احنا خلاص حاطين جاك جونز تمام، حطينا الكما، حطينا هنا لو طلعت جي ار الفول ستوب دي اساسيه بتاعته. اخدنا هنا الكما عشان احنا بنفصل ما بين الجملتين. هنا انت بتجيب الشهر عادي لازم كابيتال، لازم تحط الفول ستوب بتاعته، وبعد كده تجيب اليوم اللي هو 6 وليكن 10 او 11 ايام معاكم مش هتفرق، 10 11 12 مش فارقه. خد الكما، بعد كده هات السنه 2010، بعد كده حط الفول ستوب. شوف تاني من اعظم النقاط اللي ممكن تشوفها. وهنا محدش اصلا من طلبه الثانويه العامه والازهريه ياخد باله على الاطلاق. شوف على الاطلاق برغم ان عمال بيدرس من شهر 8 ان نقطه الجي ار زي ما قلت لك هي اختصار للفظ اسمه جانيور بمعنى الصغير، وهنا اصلا معناها ان بيكون الشخص ده متسمى على اسم الشخص الايه التاني او واخد جزء منه. نقطه عظيمه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. جميل قوي. في النقطه 18 هنا بيقول لك try to keep your car clean and well maintained. طبعا it will sell more easily. هنا عايز يستخدم ساين كولنز. طبعا معلش انت عايز تستخدم زي ما بتسميها كده يعني ايه قامه منقوطه، انت بتسميها كده. فدي احنا بنستخدمها عشان نفصل ما بين حرفيا جملتين رئيسيتين. يعني بتجيب هنا جمله وبتجيب هنا في جمله، سامعني؟ وبتكون محطوطه عشان خاطر ان هي بتحل محل رابط. يعني اصلا في رابط متشال هي حل محله. انت تعبتني على فكره، انت ماي غريب بجد 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 يعني. وصلت؟ فهمت اقصد ايه؟ يبقى هنا ولذلك ان هنا بنستخدمها separate two main clauses. خدوا بالكم، يبقى هي وظيفتها الاساسيه بتحل محل رابط فعلا، والوظيفه الاساسيه الاكبر ان هي بتعمل حاجه اسمها separation، يعني فصل المين يا شباب؟ فصل للجملتين. عظيم. خد بالك من الحته دي كويس قوي، انا واثق فيكم. في النقطه 19 which of the following is punctuated correctly. I haven't put this. طبعا معلش الشلف is up yet. ما بقول لك ايه، هو احنا ليه بنضيع وقت؟ هنا ايه الكما ناقصه، الكما هنا موجوده عندك ناقصه، موجوده عندي ناقصه، الكما هنا فين هنا الكما ناقصه، خلصت، اصبحت اجابه خاطئه. هنا بس كده خلاص خلصت، اجابه خاطئه. نفس اللي بعد كده، ايوه فين معلش علامه التنصيص فين هنا، اجابه خاطئه. اطلع بقى فوق بسرعه تبص على الاجابه المحترمه. هنا اي كابيتال، حط هنا الابوستروف موجوده مظبوطه، حط هنا القمه مظبوطه عادي، حط هنا سيد وليد تمام كابيتال وليد، اوعى تنسى. انا مش عايزك تقع، والله ما انا عايزك تقع. حط هنا الفول ستوب، خلصت انتهت. نقطه محترمه وانت اخدت فيها خبره قبل كده، خلصت، اصبحت دي الاجابه الصحيحه. خش يا باشا على اللي بعده على طول. في السؤال 20 الفول ستوب. الفول ستوب كانت بي يوز. على فكره بصوا السؤال بيقول لك ايه، بيقول لك كانت يعني بيقول لك ان في 3 نقاط انا ممكن ان انا استخدم فيهم الفول ستوب، لكن في نقطه تانية ما تنفعش. at the end of reported question. طبعا بعد ما يتم تحويل السؤال طبعا خلاص حطها اجابه صحيحه. at the end of imperative sentences. بعد يعني معلش في نهايه الجمل الخبريه طبعا اجابه صحيحه. study hard وتحط حاطط فول ستوب. هنا بقى at the end of a statement في نهايه الجمله الخبريه طبعا. before the person you are talking to. قبل الشخص اللي انت بتتكلم. ايه ده؟ لا طبعا. فهمت؟ خلاص خلصت. ممنوع ان انا احط فول ستوب هنا. انت بتتكلم مع وجود القامه في فصل الاشخاص وهكذا. انتهت. خش على اللي بعد كده يا حبيبي. سؤال 21 اي من هذه العبارات is punctuated correctly. خدت 21 سؤال ب 21 فكره. هنا بيقول لك هنا نبدا بيقول لك you don't know your 20-year-old neighbor well do you. طب اعمل ايه؟ ما هو معلش انا دلوقتي عشان ابص الاقي فين الغلطه. غلطه
انت المفروض تكون فاهمها. احنا بنقول دلوقتي بص سيبك من السؤال خالص، احنا لسه حلين الاجابه سؤال شبه ده على اللي هو سيرش والكلام ده. انا دلوقتي بتكلم على ايه مثلا؟ انا بتكلم هنا مثلا على وليكن 20. حلو، انا بتكلم على 20 اهو. طفل او طفل ايه بس، شخص مثلا عنده 20 سنه. فال 20 سنه طبعا انت بتتكلم على 20، هتيجي حاطط هنا year، هتيجي حاطط هنا old، هتيجي حاطط هنا neighbor وتكمل. يبقى في عندك هنا كام هايفن؟ عندك 2 هايفنز موجودين بس. يبقى انت فهمت ان الغلطه بتاعت النقطه الاولى اللي حضرتك شايفها دي هو عدم هنا وجود الايه؟ وجود الهايفن بشكل قاطع محترم. في لتر سي بيقول لك you don't know you طبعا you're 20 year old بس خلاص. طب انت هنا ناقصك ايه برضو؟ ناقصك هنا هايفن، معلش. فهمت؟ هنا بقى خلاص كده في غلطه. لكن بيطلع بقى في بي هنا الواي كابيتال مظبوطه، هنا الابسترفي مظبوطه، هنا الهايفن مظبوطه، تمام. هنا الكاما مظبوطه، دي نقطه عظيمه جدا. شوف انا بقول لك تاني، يبقى لما هو بقى النقطه دي خد بقى معلومه تانية، يعني خد معلومه محترمه احسن من دي. ان لما يحط لك في نهايه السؤال يقول لك ايه مثلا؟ did you، يعني اليس كذلك، يقول لك do you، يقول لك مثلا does he. في الحاله دي كده كده انت حاطط ايه؟ انت حاطط كويستشن مارك، انت حاطط علامه استفهام. لكن اهم حاجه بقى ان يكون هنا في مين؟ ان يكون هنا عندك في كاما. كده بقى السؤال يبقى انت كده اخدت معلومتين في سؤال واحد. المعلومتين اللي قدامك دول. طيب جميل قوي، نصلي على اللي يشفع لنا ونقول عليها افضل الصلاه والسلام. هنا which of the following is punctuated correctly. جميل، حلو السؤال ده على فكره. وات جميل قوي. طالما انت بدات لي وقلت لي هنا، وانت بدات يعني معلش انت دلوقتي راجل جاي لي بتقول لي هنا في وات مثلا، حلو قوي. فواتس هنا يعني انت كانك بتقول لي كده كتعجب، يعني كانك بتقول ايه بالظبط؟ ايه وات؟ I can't believe you did this to your brother. معلش الابستور ايه بقى؟ انت عندك هنا لاحظ ايه؟ لاحظ ان عندك الابستور في هنا الملكيه مش موجوده. بس خلاص كده انت عرفت ان هنا في مين؟ هنا في غلطه. What I can't believe you did this to your brother as a friend. معلش اصل ده مش سؤال، معلش ده تعجب. فهمت؟ يبقى كده اجابه مالها؟ اجابه خطا، لان لازم تتبع علامه التعجب. طب تعالى ما نيجي نشوف. فهنا علامه التعجب هنا وات، وبعد كده انت بتجيب جمله عاديه جدا 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 تدل على التعجب الاندهاش وتحط علامه التعجب عادي جدا. فاهم اقصد ايه؟ فتيجي قال وات I can't believe you did this to your brothers. بص كده كابيتال منتهى بتعجب مش عارف كذا. اجابه صحيحه، اصبح خلصت. سؤال محترم. وعلى فكره يقع في اي طالب برضه، ما تستهونش، لان انا قلت لك قبل كده ان اللي تستهزى بيه يغلبك، ده ما فيش فيها كلام. ادي مجهودك عشان تبقى عارف انت بتعمل ايه. سؤال 23 which of the following is punctuated correctly. طبعا وصلنا ل 23 سؤال في السكيلز. اتمنى منك ان تكون حرفيا فهمت المطلوب وفهمت وعايز ايه. هنا بيقول لك I said to Iman don't ايوه معلش انت بتكمل السؤال بناء على ايه؟ كمل. صحيح، كمل. واحد يقول لك اصل الفيرست ستوب بعد علامه التنصيص. يا ابني الفيرست ستوب بره علامه التنصيص، يا ابني الفيرست ستوب جوه علامه التنصيص يا حبيبي. ده ما يشغلكش كلام منهي. تصبح لتر ايه ان دي اجابه خاطئه بالمره، لانها ناقصه مين؟ ناقصه هنا علامه التنصيص. خد بالك من الدوائر دي كويس. اي سيت من طلع طالما مثلا بقى اما اوسع دي شويه كده يبقى هنا ناقصه علامتين التنصيص كده، يبقى دي اجابه خاطئه. هنا ناقصه وجود القمه، اتفقنا؟ يبقى كده اجابه خاطئه ناقصه. خلاص خلصت، يبقى دي اجابه غلط ودي اجابه غلط، خلصت. هنا بقى بيقول لك I said to Iman don't waste your time watching too much television. ايمان كما ايمان عظيم، سي عظيمه. بس خلينا نشوف الاول دي I said to Iman ده بس خلاص كده. شوف الغلطه فين، وصلت ولا لا؟ يبقى عشان كده دي كلها افكار. لكن برجع اقول لك كمان مره، عايزك تبص على الاسئله دي وتذاكرها بايدك واسنانك. اسئله المهارات اللي حضرتك بتعامل بيها معاك دلوقتي حرفيا هي من افضل واعلى اسئله المهارات اللي يستخدمها معاك في امتحان نهايه السنه بلا منازع. وصلت؟ بتكتسب منها خبره كبيره، زي النقطه رقم 17 اللي توقع اجدعها طالب حتى لو كان متميز لاقصى درجه. طيب في السؤال بقى، تعالى يا باشا كده في السؤال رقم 24 which of the following is not punctuated correctly. انا عودتك في السؤال ده تعمل ايه؟ خد بالك، شوف احنا بقالنا قد ايه ووصلنا لسه السؤال 24.
من 50 سؤال؟ يعني انا ماشي معاك خطوه بخطوه ونقطه بنقطه، مش عايز اكروتك في اي معلومه ولا اقول لك خد الاجابه واتكل على الله مع السلامه. طيب خلينا نرجع مع بعض كده سنه بسنه ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. نصلي على اللي يشفع لنا. which of the following، هنا اهم نقطه انك انت تاخد بالك من نقطه ايه يا باشا. بيقول لك which of the following is not punctuated correctly. ايا من هذه العبارات يا حبيبي البانكتويشن بتاعها مش مظبوط. يعني معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان انا زي ما قلت لك ان انت عندك 3 اجابات كاملين صحيحه تماما وفي اجابه واحده غلط. خلينا نشوف. احنا بص، احنا ما يشغلناش الكلام ده زي ما عودتك من شويه. امشي مع كل اجابه عشان تبقى فاهم هي غلط ليه وصح ليه. اولا الليتشر ايه؟ انت عندك اس كابيتال، جميل حلو. والله وده سؤال يا جماعه برضو، بس خد بالك ان السؤال جوه علامتين التنصيص لازم يكون بادئ بحروف كابيتالز، اللي هو الحرف الاولاني the first letter لازم يكون مبدوء بحرف الدبليو، وعندك الدبليو هنا مبدوء بحرف كابيتال. انت ماشي كده حلو، القامه مظبوطه. Why didn't you return هنا سمرز؟ هو انت ليه ما رجعتيش الكاميرا بتاعت سمر مثلا؟ معلش الابستروف الموجوده ابستروفي. شوف انا بنبهك تاني ان ممنوع انك تنطق بلفظ ابستروف، احنا بننطق سريع بس معاك. هنا ده علامه استفهام عظيم، النقطه دي صحيحه. النقطه اللي هو اللي بعد كده ليتر بقى بي ذا نيو مانجر، التي كابيتال. شوف انا كاستاذك بحل معاك ازاي. يبقى سواء انت بتشتغل معايا سنتر بتشتغل منصه، انت لازم تبقى فاهم انت عندك تي كابيتال ومنتهي بالفرصه. شوف انا باخد الاول وبص على الاخر، ده مفيش فيها كلام دي. يجي واحد في الامتحان يقول لك في غلطه مطبعيه ان هو ما حطش الفرصه، ده مصيبه. هو في حاجه اسمها كده اصلا؟ دي كارثه، فما يقدرش يعمل كده. والنقطه دي عظيمه زي ما انا قلت لك 30 ماشي، ما علينا بقى اي رقم 38 يعني 38 ماشي عادي جدا اهو، حط الهايفن بس هو ذكي. طب والله العظيم ذكي. طب انا بقول لك والله النقطه دي انت ممكن تاخد بها معلومه احلى. انت دلوقتي عندك 30، طب 30 دي 30 صح؟ يبقى انا عندي 30 اهي، حط الهايفن كده عادي كده عظيم. وبعد كده الراجل قال لك ايه بقى؟ 8 عظيم اللي هو 8، وبعد كده خد الهايفن، وبعد كده خد جير، وبعد كده خد الهايفن. يبقى انت عندك هنا ده 1 2 3 3 هايفنز. ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ العظمه لله وحده. بس ايه الجمال ده بجد؟ ايه الجمال ده؟ نقطه حلوه اديك انت اخدت فيها معلومه زياده. النقطه بتاعت سي بقى why are you making so، لا سيب دي الاول، يعني سيب دي الاول خالص. let's discuss means let's سنه اللي كابيتال سنه في فول ستوب تمام. وطبعا انت عارف ان let's اصلا من الاستخدامات الاقتراحات اللي احنا بنحط في نهايه الفول ستوب دي نقطه جميله جدا. الايه هنا كابيتال عظيم جدا جدا جدا. proposal next Sunday كابيتال Sunday عظيم، مفيش ولا غلطه، يبقى كده اصبحت اجابه صحيحه. فاهم اقصد ايه؟ تعالى بقى اما نيجي نشوف بقى، معلش برضو يا جماعه نشوف سي برضو اجابه شكلها مغري. ما انا كاستاذك عمال نشوف مش هتخسر حاجه. انت عندك بيقول لك واي ار يو ميكينج سو ماتش نايس تري، بس خلصت. انت لو جيت بقى كطالب دلوقتي حرفيا وانت قاعد مع محمود مسعود بتسمعه وجاي بتقول لي معلش اصل انا دلوقتي اصل انا ما اعرفش هي غلطه ايه يا جدع؟ انت غلطه ايه يا جدع؟ انت مجنون يا اخي. انت بتعمل ايه بجد؟ يعني احنا قلنا نقطه شبه دي، انا عدتها يا اخي 24 مره فوق. انت عندك سؤال وعندك اللي هو اسم مين؟ اسم الشخص ده، او انت بتتكلم على منادى عادي. ما يشغلناش يا باشا، احنا ما يشغلناش حاجه، فاهم؟ كمنادى يعني بقول لك هو انت ذاكرت كويس يا شريف؟ خلصنا. ايه مثلا واي ار يو ميكينج سو ماتش نويز؟ هو انت ليه يا شريف بتعمل دوشه؟ انت بتتكلم مع شريف كمنادى. يبقى هنا الغلطه مين؟ هنا الغلطه دي. انا ما يشغلنيش الوقت بالمناسبه، انا يشغلني ان المعلومه طلعت مظبوطه ووصلت معاك بالشكل الامثل. في النقطة 25 to make the following لا ده كده النقطة دي حلوة قوي. بيقول لك ايه بقى؟ to make the following sentences correctly punctuated. بيقول لك يعني معلش في نقطة شبه دي ان لا دي تقريبا على فكرة ماشي كده خلاص. بص دي عندي النقطة. هو بيقصد يقول لك عشان تخلي الجملة دي هنا ايه بقى؟ يعني البانكتويشن بتاعها مظبوط، اللي هو الشكل اللي قدامك ده. طيب هنا لو تلاحظ ان بيقول لك I would have visited. طبعا جميل يعني السؤال ده كده هو دي النقطة بتاعته. يعني هو بيقول لك خلي الجملة دي البانكتويشن بتاعها مظبوط، سيبك من الاختيارات. هو حاطط انا بالصرف بتوين ما بين الاي والدي اجابة صحيحة. شوف هنحط هنا مين بقى؟
الابوستروف موجوده. I would have visited you if I had known you. عظيمه كده اصبحت مظبوطه ومفيش فيها اي مشكله لاي سبب. طبعا الاختيار ايه؟ هو تقريبا الاختيارات متبدله بس مش مشكله، مش فارقه معانا، بس انت فهمت يعني. هو جايب لك الجمله بيقول لك ان I ودي اللي هي would يعني اتفقنا have visited، فبيقول لك ايه المفروض احطه هنا علشان خاطر مين؟ علشان خاطر ان السؤال يكون صحيح. اظن طبعا هنحط الابوستروف تصبح ان الجمله اجابتها تكون صحيحه بشكل كامل. في يا معالي الباشا بقى بعد ما تقول عليه الصلاه والسلام كده خلاص وتستبشر الخير دايما كده بربنا سبحانه وتعالى، بيقول لك ان which of the following is punctuated correctly. جميل زي ما عودتك. اول نصيحه بقى مني ليك، احنا بنقول اول في نصيحتين عندنا احلى من بعض. بص على بدايه الجمله نهايه الجمله وخليك سريع البديهه كده معايا. الدبليو في لتر ايه؟ الدبليو معموله هنا كابيتال، ودي حاجه حلوه جدا على فكره. يعني انت عندك هنا دبليو كابيتال، عندك هنا في السب عظيم جدا في لتر بي. بس معلش برضو انت دلوقتي هو بيقول لك we are invited to the birthday party of our friends. معلش برضو انت عندك هنا في غلطه. فين الابوستروف الملكيه هنا الموجوده؟ مش موجوده. فاهم اقصد ايه؟ وفي لتر بي ان انت عندك هنا اصلا الابوستروف هنا اللي هي ما بين وي وار، انت عارف ان ار بتختصر طبعا، فدي نقطه غلط ناقصه. ولو بصينا في لتر سي، لا سيب سي دلوقتي، بص على لتر دي ان وي ار انفايتد تو ذا بيرثداي بارتي اوف اور فريندز تاني. بس هنا في مين ناقص؟ الهايفن ناقص. بس كده انت عرفت ان لتر سي اجابه صحيحه. ازاي غلط؟ انت بتكروت يعني. انت معلش انت كده ماشي معايا ازاي؟ انت عايز تقلب يعني؟ ما تسرعش الفيديو يا حبيبي، اسمع بالتفصيل عشان انت بتتعامل مع اسئله ما ينفعش اصلا على الاطلاق ان تخلى من امتحان ثانويه عامه. ما ينفعش امتحان ثانويه عامه يكون جاي كده عادي، ما يجيش منه سؤال شبه ده، وده بيعتمد عليه اعتماد اساسي في امتحانك. طيب هنا انت عندك هنا الكابيتال مظبوط، في الاخر فول ستوب. عظيم يا مستر. حطينا هنا الابوستروف موجوده ماشي. الابوستروف بقى الملكيه هنا ماي فريندز، برافو. الهايفنز موجوده، عظمه العظمه كده. خلاص يا باشا عدينا لايه الموضوع. في النقطه 27 او في السؤال 27 بيقول لك to make the following sentence. نفس الفكره برضو على فكره. يعني بيقول لك بص امسك، بص تعالى كده في السؤال ده 27 ده بيقول لك امسك الجمله دي في 27 دي اللي هو we are going to spend a 5-day holiday in Alexandria when we finish exams. فهو بيقول لك لو سمحت من فضلك يعني شوف ايه اللي ناقص عندك هنا واعمله عشان يبقى الجمله كامله في البانكتويشن. لو انت طالب متميز، لو انت طالب تربيه محمود مسعود بجد صدقا على فكره مش هزار، انك ما تضيعش تعبي معاك، هتمشي معايا واحده بواحده. الحرف الاولاني ده كابيتال، طيب حلو قوي جميل. وفي نهايه الجمله الستيتمنت بتاعتك انك انت عندك هنا في فيرستام عظيم. هنا الابستروفي موجوده فوق مظبوطه، بس انت مش ملاحظ حاجه غريبه؟ ان عندك بيقول لك ايه يا باشا؟ بيقول لك a 5 وجه قايل لك داي وجه قايل لك هوليداي. بالله عليك يا اخي ما تتعبنا معاك. حطينا هنا الهايفن، يبقى هنا الهايفن اللي انت بتسميها داش عادي. عادي جدا. هو مستخدم زي مثلا لما انت بتيجي تبص مثلا على الفول ستوب بتتكلم عليها مثلا كانك بتتكلم على period of time. فاهم اقصد ايه ولا لا؟ فخد بالك من حته زي دي ان انا ممكن احط مثلا داش، فاهم، عادي between 5 and day عادي جدا اللي اسمها الشرطه. وصلت ولا لا؟ ده مسمى لها تاني. طيب في السؤال 28 يا معالي الباشا بيقول لك which of the following is not. هنا جمالها ايه برضو؟ ان هو بيقول لك اي من هذه العبارات البانكتويشن بتاعها مش مظبوط. يعني معنى الكلام ده ان في 3 sentences، ان في 3 جمل كاملين اجابتهم صحيحه. نمشي مع بعض خطوه بخطوه وما تخافش من حاجه. هتمشي بنفس المبادئ اللي محمود مسعود ماشي بيها، ان الاي معموله قدامك كابيتال منتهيه بالفول ستوب، فانت كده طالب عظيم. خلينا ماشيين مع بعض. الايه موجوده، وهنا الايه موجوده اصلا طبعا كجرامر يعني عشان فريند طبعا مفرد. الجمال ده ما بين هنا 20 انت عندك هنا 20 هايفن مع اير هنا، وحطينا هنا هايفن مع اولد. عظمه العظمه، ربنا يبارك في عمرك. كده الاجابه دي صحيحه. بقول لك ايه صحيح، تشغلش بالك بحاجه، فاهم؟ ما تشغلش بالك بحاجه بجد. انزل على سي وسي ودي، سيبك بس بي، مالكش علاقه ببي. اي بوت هنا قالت يعني معلش هنا ايه بقى؟ معلش انا تهت اصلا في السؤال 28 ماشي سي. هنا ليست ايه بقى؟ انت عندك ليست هنا بمعنى قائمه. اي بوت ليست بتاعت الاشياء دي. في اكسبلانيشن a bottle of milk، اخد القمه عظمه، حط فول ستوب في الاخر.
a packet of tea and جميل، لان كده طبعا لو شال and انت هتحط كارت تبقى فيها مشكله طبعا. ماشي، دي اجابه صحيحه، برافو عليك. ده انت ممكن تستفيد اصلا من الاجابات بتاعت A و C و D في انك انت تطلع البنكتويشن، تبقى فاهم اصلا ان البنكتويشن ماركس اللي قدامك دي عظيمه جدا على فكره. ده حاجه تحفه. انت تعرف ان النقطه لتر دي، طب والله ايه يا سبحان الله. طب انت عارف النقطه دي، شوف السؤال مش الغرض منه ان انا اخد الاجابه واجري، لكن بص كده على ياسر هتلاحظ ان في حرف كابيتال، هتلاحظ ان في فلسطين في الاخر. ماشي جميل كده، حلو جمله يعني جمله خبريه عاديه جدا. وياسر قلت لك ان لما يكون في عندك اسم شخص في عندك جمله او سؤال، انت بتفصل ما بينهم عادي جدا بمين؟ بالقمر يا ابني. خلصنا، اتفقنا. خد بالك من نقطه، هقول لك على نقطه محترمه هتدعي لي فيها دلوقتي، والله لا قايلها لك دلوقتي بس اتقل عليا. يبقى هنا ياسر stop making noise، هنا حط لك الساين كولن هنا وهي بتعمل ايه؟ بتربط ما بين جملتين منفصلتين، وهي اصلا بتحل محل رابط، كأنه بيقول له ما تعملش دوشه وما تزعجنيش. يبقى هنا دي حلت محل مين؟ حلت محل اند. عظيم كده. يبقى كأنك بتراجع معاه، بتربط ما بين ساين كولن، بتربط ما بين ايه؟ ما بين جملتين منفصلتين تماما، ونفس الفكره ان بتحل محل رابط. خد بقى المفاجاه مني، دي حاجه معلومه محترمه. في المعلومه المحترمه اللي حضرتك شايفها دي، ان لما يجيب لك المنادى بتاع الشخص، يعني هو جاب لك علي مثلا هنا في نهايه الجمله وحط لك في الستوب، جاب لك هنا مثلا سؤال او جاب لك جمله نصيحه من محمود مسعود، اسمعها مني بقى. خد القمه، والقمه دي بتكون تابعه للسؤال وتابعه للجمله في نهايه الجمله بتاعتك عادي، ما تجيبهاش مع علي. خد بقى المفاجاه. لكن لما يجيب لك هنا علي كده بالشكل ده وجايب لك الجمله، فكده القمه بتكون تابعه لعلي منفصله بعيد عن الجمله بتاعتها. ادعي لي بقى وانت بتذاكر، انت اخدت هنا كميه معلومات محترمه. يبقى انت هنا في السؤال 17 والسؤال 28 والاسئله كلها بلا استثناء اخدت فيها معلومات محترمه لحد السؤال رقم 28. لكن الميزه بتاعت السؤال 28 ان وضحنا فيه تفاصيل محترمه اكتر تخص الجزء ده، فراجع الاسئله دي كويس جدا وبالتفصيل الممل. طيب حلو قوي. في السؤال رقم 29 which of the following sentences is punctuated correctly، اي من هذه العبارات بيكون البانكتويشن بتاعها مظبوط. خلينا نمشي خطوه بخطوه. اظن انت عرفت الغلطه الاولى، ان انت عندك هنا في قمر. ما تزعلش مني بقى يعني، معلش انا اسف، انا مش عارف اقول لك ايه تاني. خلاص يعني انت كده انت فهمت، وانا متفائل بيك. طيب فاذر سيت قمر علامتين تنصيص. طب ما هو معلش برضو، طب هو ايه الغلطه؟ طب خلينا نشوف. اولا ده سؤال صح ولا لا؟ يبقى هنا ناقص علامه استفهام، يبقى دي غلط. ماشي حلو قوي، طب انا فهمت الكلام ده. طب فاز السيت بعد كده قام علامتين تنصيص موجود، ناقص علامه التنصيص بتاعت السؤال، يبقى كده برضو اجابه غلط. تعال بنبص بقى في اللتر دي، الاف كابيتال، وهنا في قمه، هنا في تامر، خد قمه، هنا وين يو جو طبعا تو بورسعيد، وهنا لازم نبقى واضحين، البي كابيتال والاس كابيتال. خد قمه، وين يو ميت هنا رامي، تمام. ايوه على فكره واحد بقى بص هيطلع لي دلوقتي ويعلق لي في كومنت ويجي لي يقول لي ايه، يقول لي اصل محمود مسعود قال لك القمه يا ابني قمه منادي ايه وبتاع ايه يا حبيبي؟ بيقول لك بابايا قال تامر when you go to بورسعيد will you هل انت هتقابل رامي؟ هو ما بيكلمش هنا رامي، هو بيكلم هنا تامر. على فكره السؤال ده كده سهل، لان لو جاب لك السؤال ده حرفيا وحط لك، انت ممكن تقع فيها. يعني انت ممكن تقول لي قمه مع رامي، انت بتضايقني ليه يا اخي؟ قال لا يعني انا بحط، يعني انا دلوقتي انا شايفك والله، انا عارف انا بتعامل مع، انا عارف دماغك ماشيه ازاي، فاهم اقصد ايه ولا لا؟ لازم تاخد بالك من نقطه شبه دي، ما تضحكش الناس علينا. هنا في السؤال 30 اي من هذه العبارات is punctuated correctly. طبعا بص وش كده على الدغري مع بعض بقى، ماشي؟ فهنا انت هتحط هنا في يس عندك، خلاص خلصت، ما عادش مش هينفع بقى يس نو، انت بتاخد القمه بتاعتهم عادي. ماشي كده خلاص عرفنا يا محمود يا مسعود ان دي اجابه خاطئه. في لتر سي خلاص يا جماعه، معلش انا هعمل ايه؟ هنا انت حطيت ايه؟ هنا انت ناقصك مين؟ انت ناقصك هنا الابوستروف الموجوده في لتر دي. معلش الاي دي معموله سمول ليه؟ ده محمود مسعود قالها لنا كتير،
محمود مسعود قال لك ايه يا باشا؟ قال لك انك لازم تاخد بالك من حروف الكابيتال والسمول. يبقى انا هنا في نقطه شبه دي انا تركيزي كطالب ثانويه عامه او ثانويه ازهريه على كل علامات الترقيم اللي ممكن يمسكني فيها، لان علامات الترقيم اللي انت مستهزي بيها دي بتوقع عتاوله عندك ان هو داخل امتحانك او داخل الامتحان بتاعه، يعني عنده استهزاء بحاجه اسمها يا عم ده علامات الترقيم بتاعت ابتدائي. اقسم لك بالله ان من اخطر الاسئله الموجوده في امتحانات الثانويه العامه كامله هو سؤال السكيلز، ويبقى راجل محترم لما يجيب لك سؤال خاص بالبنكتويشن زي السؤال 18، زي الاسئله كلها بالمناسبه، زي السؤال 18، زي السؤال 28، زي ان ازاي تتعامل مع المنادى والاشخاص دي، ازاي تحط القامه مع ست في الاخر، وازاي تحط القامه مع المنادى مثلا وانت بتتكلم عليه في الاخر، وازاي تحطها في بدايه الجمله. كل دي مواضيع امتحانات خطيره. فدايما انا ماشي بمبدا معاك مهم، ان اللي تستهزأ بيه في السؤال يغلبك بشكل قاطع. انهي الكلام ده على كده. عشان كده في لتر بي ده عندك هنا في يس معموله بكابيتال، وهنا معلش انا هحط لك انا في الستوب من عندي، يعني ده اكيد غلط طباعي، يعني غير مقصوده من السؤال، او ممكن وانا بعمل كوبي بيست ان انا بقول لك ان هي دي اجابه ناقصه او حاجه. ماشي. I'm going to return from Alex with my friends Rami, تامر and عادل. اجابه صحيحه ممتازه. خلاص خلص الكلام على كده. الجمال بقى في السؤال 31 which of the following sentences is punctuated correctly. وائل بس خلاص متشكرين، احنا شاكرين افضالك، بس خلاص انا مش بتكلم يا جماعه. اللي عايز يعمل بقى اللي انت يعني خلاص احنا بنجيب السؤال بصيغه تانية، انت ما تلفش وتدور في السؤال، الكلام منهي. انت عندك هنا يا حبيبي في سؤال زي ده في لتر ايه. انت يا مستر محمود متعصب قوي كده ليه؟ انا مش متعصب ولا حاجه، انا هادي جدا معاك خالص اهو. انا مش عارف اعمل معاك ايه تاني. يعني انت لما تيجي كطالب ثانويه عامه معلش تغلط في سؤال زي ده، انا هستنى منك مجموعه ثانويه عامه ازاي؟ ان شاء الله ربنا يكرمك، ده مفيش فيها كلام يعني، بس معلش انت ما تضايقنيش. يعني النقاط شبه دي لمح البصر. خلاص يا باشا خلصت خلاص. يبقى كده في السؤال 31 ايه، وهنا مثلا عندك هنا في لتر بي ما تكروتش يا حبيبي، احنا مش بنكروت ولا اقول لك خد الاجابه، لا هنا ناقص علامه استفهام غلط، خلصنا. في لتر هنا عندك دي ده كابيتال علامه استفهام. ايوه يا جماعه بس معلش برضو هو في ايه؟ لا ده في معلومه جديده هنا، ان هنا خد بالك من نقطه محترمه بجد مش هزار. انت عندك في النقطه سي هنا وائل كابيتال حلو، وانت في خيالك يا عيني يا نهار ابيض على الوقع بجد لا بجد مش هزار. يعني تخيل ان انت في لتر دي ان انت اخترت واي عشان هي معموله بحرف كابيتال. يا ابني افهم ان اداه الاستفهام اساسا مستر محمود قال لك انك لما بتيجي تتكلم عن مباشر غير مباشر انت بتحط اداه الاستفهام بحرف كابيتال. يا ابني الكلام ده صحيح، بس انت كانك بتبدا جمله استفهاميه بحرف كابيتال عادي جدا، عادي ما فيهاش اي مشكله خالص. يبقى انت بتبدا الجمله بحرف كابيتال عاديه خالص، ده سؤال. لكن معلش هنا ان واي اتحطت فين؟ في النص. يبقى معلش لازم تكون مبدوء بايه؟ بحرف سمول. سهل جدا. يبقى did you هنا understand why. اوعى تغلط، اوعى. النقطة على فكرة الاختيار سي ودي يغريك ويخليك تاخد الإجابة، فأنت عين في مخيلتك خرب عقلك. ان ادوات الاستفهام بتتعامل بمعامله الكابيتال يا حبيبي كابيتال، يعني انت بتبدا بيها الجمله. طب انا اقول لك على معلومه حلوه بجد بس خلينا يعني ايه يعني اجيبها لك دلوقتي. طيب تعالى هفهمك. بص يا سيدي خلينا اشرح لك في الجزء ده. انت تعرف في اداه الرساله عشان ما تتلخبطش، انت لما بتحط علامتين التنصيص كده وهنا كده مثلا، انت بتبدا هنا بحرف كابيتال صحيح بجد، لان هنا انت بدات جمله عاديه، بدات جمله ما بين علامتين تنصيص كانك بتتكلم على كوتيشن عادي، بتتكلم على اقتباس مش عارف ايه الى اخره. لكن بجد انت لما تيجي رايح تجيب مثلا وتقول علي وتيجي واخد القامه بتاعته عادي زي ما اتفقنا، وتيجي الواي بتتعمل بحرف مين؟ بحرف سمول عادي جدا جدا. فهمت؟ وعلي هو اللي يتعمل بمين؟ حضرتك بالله عليك مش عيب؟ طب مش عيب ان انا افهمك حاجه شبه ديت؟ جمله مبدوءه عاديه يا حبيبي تبدا بحرف كابيتال عادي جدا اهو. طب هنا انا جبت علي وجيت واخد القامه وجيت قايل واي سمول عادي، سمول لاداه الاستفهام. اوعى تقع في الفخ ده ان شاء الله ربنا يكرمك. طيب حلو قوي. هنا في السؤال 32 which of the following is punctuated correctly. جميل 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 جميل. هنا I said comma why. شوف مبدوء بحرف كابيتال اهو.
why don't you come to my. بس نفس الفكرة يا معالي الباشا. هنا لو بصينا هنلاقي مين؟ هنلاقي هنا ايه؟ بس كده بصوف ضايعة، خلاص باظت. طيب هنا خلاص كده النقطة دي بقى أصبحت غلط. I said كوما، هنا علامتين تنصيص ناقصة هنا، يبقى كده letter B ده إجابة غلط. هنا I said ناقصة كوما، خلاص كده خلصت. لكن تعالى بقى بص لدي I capital، وده سؤال عادي مبدوء بجملة استفهامية، حطيت علامة استفهام في الآخر. My sister هنا ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده بجد؟ وبص بص على المعلومة بقى المحترمة، ان الكوما اللي موجودة قدامك دي تبع الجملة اللي هي في الاخر، يعني جملتها العادية اللي هي الجملة اللي قبلها، وبعد كده بتجيب ندى عادي. لكن لو انا جبت كده وجيت اي الندى كده اهو، لازم اخد الكوما الندى، وبعد كده اجي قايل واي، واجي قايل دونت، واجي قايل يو، واجي مكمل جملتي كسؤال واحط كويستشن مارك. خلاص حلوه ايه يا باشا كده. تعالى مع بعض للسؤال كام يا باشا؟ للسؤال 33 اهو. ايه الجمال ده بقى؟ which sentence is punctuated correctly. بص طالما تعجب، طالما هو جاب لك تعجب وقال لك what a wonderful idea. شوف بص بيقول لك ايه؟ what a wonderful idea، بس تعجب. فبيقول لك هنا في بي ان what a wonderful idea let's ناقصه. بص احط لك تحتها شرطه صغنونه، انت فهمت هي ناقصه ايه؟ ناقصه مين؟ الابستارفي بتاعتها. هنا في لتر سي علامه استفهام لا تصح على الاطلاق. هنا في لتر دي ناقصه علامه التعجب في الجزء ده. خلاص انت عرفت ان الاجابه الصحيحه ايه؟ نعرف هي صح ليه. اولا مبدوءه بحرف كابيتال. ثانيا التعجب منتهي بعلامه التعجب بتاعته عادي جدا. ثالثا ان ليتس معموله بكابيتال. اوبا، هنا بقى الجمال بقى والمتعه، ان بعد علامه التعجب دي انت بتجيب عادي. ابدا هنا بمين؟ بحرف ايه؟ ابدا هنا يا باشا بحاجه اسمها كابيتال. سامعين؟ بعد ايه؟ بعد التعجب ده ابدا بمين؟ بلس، اجي قايل كابيتال واجي قايل ليتر، حرف كابيتال يا اولاد. نقطه تحفه بجد والله. عشان كده احنا بنقول اهم حاجه الديتيلز. والله انا ما عندي مشكله ابدا ان انا اخد الوقت اللي انا دافع فيه فلوس ده واخده في الكام سؤال عادي. ما بيشغلنيش موضوع الوقت والكلام ده قد ما بيشغلني المعلومه واصله لك ازاي. خلاص دي في النقطه ايه، خلصنا منها، حطيناها يا باشا بالشكل الامثل في منتهى الجمال. هنا بقى في السؤال 34 which sentence برضه قول لي بقى كده دخلني بقى في الاسئله. whatever you do in life، على فكرة do it with passion. اعمله بشغف يعني؟ حاضر انا هعمله بشغف، حاضر ماشي. هنا في انا مش عارف انا اقول لك ايه يعني. السؤال حلو بجد يعني. هو معلش دي بتعمل ايه هنا؟ انا مستهيفها قوي بالمناسبة. هي دي بتعمل ايه هنا عندك؟ هل هي هنا ربطت ما بين جملتين منفصلتين؟ ازاي برضو؟ انت عارف بقى طالب يعمل لي ازاي؟ يقول لي whatever you do in life and you do it with passion. طب ابعد عني بقى يعني، ابعد عني، ما تتعاملش معايا في النقطه. على فكره انا مش بهزر معاك بالمناسبه. انا مش متخيل لما يبقى جاي طالب، يعني انت معلش انت جاي لي في السنتر او جاي لي مثلا اونلاين ولا جاي لي في اي حته وتسالني سؤال زي ده، عايزني ارد عليك بناء على ايه؟ يعني في نقطه شبه دي ما ينفعش انك تسال سؤال كده. ليه؟ لانك انت اكبر من انك انت تسال سؤال شبه ده. في النقطة بتاعت letter B whatever you do in life do ايه ده الكابيتال ده بيعمل ايه هنا؟ ده جملة عادية خلاص كده. دي غلط يا حبايب، دي غلط. whatever you do in life do، بس لازم قامة. بنفصل ما بين جملتين عاديين جدا. whatever you do in life do it with passion، بس خلصت خلاص. في السؤال اللي بعد كده بيقول لك ان which هو حط لك هنا blanks، يعني هو حط لك هنا النقط دي خلاص، جاب زي يعني الفراغ، وعايز هنا ايه؟ معلش واو انت متخيل ايه بقى؟ هو القمه ما ينفعش يا حبيبي ان انا اخد قمه هنا في الستوب كويستشن هنا. شوف انا بحل معاك وبسال نفسي ان ما ينفعش اكسكلاميشن مارك، يبقى على طول وانا مغمض عيني اخد الاجابه بتاعتي اللي هي علامه التعجب. بس كده خلاص انتهت. 36 which can be used in supplying I found clear. هنا بعد كده معلش هي دي كلار دي اسم واحده اتفقنا، وهنا بيتكلم على جاكيت. يبقى هنا في عندك الابوستروف اس، يبقى كانك بتعملها كده. بص كانك بتعملها بالشكل ده كده.
اهو كده بالشكل ده كده، يبقى ابوستروف عادي كده وتيجي قايل ايه؟ وتيجي قايل جاكيت. جميل جدا. خلاص يبقى حطينا هنا ابوستروف عادي. جميل. طيب هنا الفكره برضو ان which can be used in the blanket jack، وقال لك هنا the carpenter made a cupboard. ما هو حلو على فكره. يبقى هنا جاك خد الكما، وبعد كده the carpenter خد كما كمان، وبعد كده تقول made a cupboard. يعني مش فاهم. يعني كأنك بتفصل جاك ان هو النجار، كأنك بتقول ماله، ادي بقى تفصيلة اللي هو made a cupboard which can be used in. طبعا هنا بيقول لك ايه يا باشا؟ which can be used. هنا بيقول لك in the I haven't seen Carol today sit home. ما عادي جدا على فكرة. هو عايز ايه بقى؟ معلش يعني خلينا نكتب الجمله. بص كده، لا بجد انا لسه هحل معاك على فكره، بغض النظر ان انا مختار لك الاجابه، فاهمني ازاي؟ انا بتعامل معاك اهو. فبنقوله ان I haven't، اتفقنا، وبنقول seen، وبنقول هنا كارل، وبنقول هنا today. خلاص ماشي. عايز ايه بقى انت يا سيدي؟ خد كاما، حط سيد، وهنا في تام، هنا في علامتين تنصيص اهم. خلص الكلام على كده. يبقى اسمها quotation marks. كده النقطة دي عظيمة. We use a أو N not to list more than two items or names in the same sentence. ما طبيعي يعني أنت بتقول علي، كما سلمى and ليلى، بس كده. أنت هنا بتقول اتنين مثلا أو أسماء في نفس الجملة، يبقى الكما هي الاستخدام الأمثل. بنستخدم علامة التعجب ليه؟ اشمعنى؟ أولا يبقى to show surprise or excitement. بس خلاص كده انتهت يا معالي الباشا. السؤال هنا 41 which punctuation mark. هنا اي علامة هنا ترقيم مناسبة بتستخدم when something هنا is directly said by ما عايز ايه يعني؟ speech marks. انت بتتكلم على حاجة يعني عادي جدا. يعني مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك ان هي told me. لا ما ينفعش كده. انت بتتكلم بتشيل ايه بقى؟ بتشيل told دي خالص وتحط هنا said to me مثلا. يعني هو قال لي، خد القمة، حط علامتين تنصيص، حط جملة، بس خلاص كده خلص. يبقى speech marks. دي نقطة محترمة. هنا في السؤال 42 سؤال عظيم وحلو وسهل جدا، مع ان مش متكرر بالشكل الامثل يعني. ايه او ان اسف؟ هو عبارة عن form of academic writing which is built around. هنا detail. طالما قال لك ايه؟ هقول لك انا. قال لك detailed، وقال لك description of a person، يعني تفصيل، وصف تفصيل، بس انت مش محتاج انك تكمل، يبقى descriptive. مقال بنسميها مقال ايه بقى؟ وصفي. تمام يا باشا. طيب في السؤال بقى هنا بيقول لك which of the following transitions shows the cause. هو عايز هنا يعني معلش حاجه بتبين السبب قدامك. معلش ما ايه يعني؟ due to. يبقى انت هنا بتتكلم على due to، بتتكلم هنا مثلا عن owing to. فاكرين انتوا الكلام ده طبعا. او مثلا thanks to، هيجي بعدها مثلا اسم او verb plus الاي ان جي وخلصنا. اللي بعد كده ده سؤال يجي لك سهل جدا على فكره، انه يجي لك عادي جدا. مفيش حاجه اسمها تستبعد دي مش موجوده عندنا للاسف يعني. في هنا بيقول لك a terrible accident happened in بنها. يعني هنا بيقول لك في حادثه فظيعه حصلت في بنها. اي من هذه العبارات ممكن يبين لك ايه يا باشا؟ هو عايز منك حاجه ايه؟ بيقول لك بتديك ريزلت، يعني بتديك نتيجه بناء عليه ان letter B حرفيا اللي حضرتك شايفه قدامك ده تناقض. يبقى ده نطلع منه بناتج اسمه ان هو contrast، تناقض عادي. خلصنا. طب في letter ايه بقى اللي قدامك دي بقى؟ معلش ده سبب، ما احنا لسه قايلينها. لكن مين اللي بيستخدم كرابط دل على النتيجة اللي حضرتك شايفه قدامك كموضع امتحان لا مفر منه على الإطلاق؟ هنا الأسئلة دي تحفة قوي بجد، وسؤال عظيم وأنا بحبه، من الأسئلة المنتشرة جدا كموضع امتحان. بيقول لك أي من هذه العبارات بيستخدم في حاجة اسمها بيان in general، اللي هو بيان العموم. on the other hand، لا معلش يا فندم انا استخدم on balance بشكل متوازن، ولا on the whole كموضع امتحان اجمالا، كانك بتقول in general عادي. يبقى هنا نستنتج ان هنا اخد بالي ان اللفظ بتاع هنا in general مساوي تماما للفظ اسمه on the
واجي قايله له عادي. هنا النقطة دي حلوة، لا بجد سؤال جميل. ان الراجل هنا بيقول لك ان my father likes classical music، باباي بيحب الموسيقى الكلاسيك. بص اسمع بقى النقطة دي من محمود مسعود، طالما حط لك داش هنا دي اسمها داش خاصة، يعني كأنك بتقول داش اعتراضية. شفت انا قلت ايه؟ داش مالها اعتراضية على الكلام، لا تفاصيل كتير. فبيقول لك I on not light gas. السؤال ده مشهور جدا. هنا on the one hand، لا طبعا لا طبعا on the other hand. و on the other hand معناها ايه؟ من الناحية الأخرى، إن حرفيا إن أنت هتديني فكرة جديدة أو هتديني تناقض بعد كده بشكل كامل. السؤال 47 سؤال عظيم ومشهور. إن بيقول لك هنا في نقطة بيقول لك دي، إن بيقول لك إيه يا باشا؟ بيقول لك إن I invited 300 people to my sister's wedding. ان انا دعيت 300 شخص لمين؟ لحفل الزفاف بتاع اختي. the party was on، ما معلش برضو on ايه؟ on the whole on talent، لا طبعا on a large scale، يعني على نطاق واسع. يعني ان انا كنت عامل الحفلة في حدود 300 شخص، يبقى اخد بالي من لفظ محترم كموضع امتحان on a large واجي قايل scale. دي نقطة حلوة قوي. خلاص يا باشا، طالما هنا في السؤال ده قال لي سيادتك وقال لي المعاليك we considered all factors، مع الأخذ في الاعتبار بكل حاجة اسمها العوامل، يبقى لازم تاخد بالك إن السؤال ده اسمه on balance، يبقى بشكل متوازن. the project has achieved high profits، وprofits هنا يا حبيب قلبي بمعنى أرباح بغض النظر. جميل. طيب السؤال الأكثر شهرة في حل الأسئلة moreover. هنا بص بدون ما اكمل على طول الاخ ده او هنا ترانزيشن وورد دي على طول بتستخدم ان هي لبيان حاجه اسمها addition، يعني بتستخدم لبيان حاجه يا باشا اسمها اضافه. تمام كده؟ تمام كده. لو وصلنا للسؤال 50 ان بيقول لك which of the following doesn't express contrast. انا مبسوط معاك ان احنا وصلنا للسؤال 50، ومبسوط معاك جدا ان انا شرحت لك 50 فكرة محترمة كموضع امتحان حلو جدا تقدر تعتمد عليه اعتماد اساسي بعد ربنا سبحانه وتعالى. اهم نقطة انك انت تبقى فاهم ان اسئلة السكيلز مش اسئلة يمكن التعامل معاها على محمل الهزل. ممنوع منعا باتا التعامل مع سؤال المهارات على انه سؤال استثنائي او سؤال كده ملوش اي 30 لازمة. انت ممكن تبقى داخل الامتحان بتاعك مذاكر جدا وعادي، وممكن تبقى مبسوط انك طالع من الامتحان ما عنديش ولا غلطة، تتفاجئ بمفاجآت غريبة الشكل. والله اعلم امتحانك السنة الجاية يبقى عامل ازاي، لان انت السنة اللي فاتت اعتماد بشكل اساسي على قاعدة واحدة وعلى نمط واحد في الاسئلة. طب ما تعرفش انت لازم تبقى داخل امتحانك عندك الثقة الكاملة في ربنا سبحانه وتعالى الاول، وتبقى فاهم ان انت فيش حاجة اسمها استهزأ بسؤال. دايما زي ما عودتك اللي تستهزأ بيه يغلبك. ناقشت معاك 50 سؤال وداخل على السؤال 51 دلوقتي. عايزك تمسك ال 50 سؤال او ال 51 سؤال دول تفرمهم. كمية مواضع امتحانات محترمة انا رصيتها لك في الفترة او في الجزء اللي فوق. سؤال 18، السؤال 28، سؤال 24، السؤال الثالث، السؤال الرابع. كمية مواضع امتحانات هتدعي لي فيها في امتحان آخر السنة، وكلها مواضع لا يخلو منها امتحان ثانوية عامة. يبقى بناء عليه ان انت هتقعد تراجع 50 او 51 سؤال دول مرة واثنين وثلاثة، وتكتب كل كلمة انا قلتها. واحنا اسفين جدا ان رأيك الشخصي فوق راسنا كلنا، مفيش مشكلة فوق راسي، لكن احتفظ بيه لنفسك. اتفقنا؟ ممنوع انك تحط رأي شخص ليك في جملة خاصة بلغة. افهم الحتة دي، ودايما انا بقولها ان اللغة ما بتقبلش اي نيجاتيشنز، ما فيش اي افتراضات ولا تفاوضات معاها على الاطلاق. شوف الجملة عايزة منك ايه وتعملها وتنفذها حرفا وتفصيلا. هنا في النقطة 50 which of the following doesn't express contrast. لو بصينا هنا في السؤال ده اي من هذه العبارات لا يعبر عن تناقض. هنا ما بيعبرش عن حاجة اسمها تناقض. في الحالة ديت ان هنا ايه طبعا عارف ان هو contrast. هنا خلاص عندك هنا although،
هنا despite، هنا but، خلاص خلصت. السؤال بعد كده، أي من هذه المقالات بيعتمد على حاجة اسمها opinions، وopinions هنا بمعنى آراء، وهنا emotions بمعنى عواطف. اتفقنا؟ يبقى على طول persuasive اللي هو المقال الإقناعي. أنا بشكركم جدا إنك أنت سمعت ال51 سؤال وتحملتني في ال51 سؤال. أتمنى منك إنك تكون فرمت وفهمت كل حاجة بالتفصيل الممل، ومفيش أي فكرة تبقى واقفة معاك تحت أي سبب. شكرا وسانكس. هيكون عندنا الجزء اللي بعد كده في الفيديو الجديد، هندخل بحل أسئلة شاملة محترمة على المنهج ونشوف تفاصيل أكتر ممتعة بمشيئة ربنا.